لو فما انت تو عندك انا مثلا كل ما تحكي معهم تقول لهم مثلا جاي فتره سخونه ولا جاي فتره بارده ولا فما عاصفه في الطريق أي. ولا فما رياح متوقع قويه ولا كذا، اي ظاهره في الظواهر المناخيه المتطرفه، ديما نفس ردود الفعل. خوفنا فجعتنا. نلقى معلومه عجبتني قريتها هكا نهزها نترجمها شويه نكتبها بالتصرف درشنية اوب نعاود نهبط اخوي سورسي. تحط المصدر سورسي نتاعك وكل شيء. اي حتى وقت سورسي معناها عندك ديما ناس تشكك حتى في السورس بيتو. وقت جماعة فاكي معناها من الحكايه كلها يعطيك الصحه الله يكثر خيرك شبيك ما حطيتش اسم الفاك. هذاك باش وانا ديما معناها ما نقولش ديما اسمه بالنسبه للصيد البحري نقول لي علوم بحار، خاطر ما نراش فيه الصيد بحري قد هي معناها البحر كل نقرا فيه. والملاحظه هذه جاتك من بروفيت؟ جاتني بروفيت حبوا يعديوني على الكونسي. ريتها حكينا عليها حل طوارئ مناخيه لازمك الدوله تتبناها قولا وفعلا وتعطي الاولويه المطلقه لصغار الفلاحه كدعم. اليوم يا سيدي لميتكم مدير النازا باش نغوثوا على واحد تونسي للرجوع لتونس بعد. كيفاش وقتاش صار كيفاش صار الغلطه ذيك. انا مشكلتي اداريا راهو معناها كل سياسه راهي تموت يعني يقع جهاز النجاح اداريا. عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست دوزاهو. موضوعنا اليوم باش يكون الشباب والتغير المناخي، واخترنا انه ضيفنا يكون سي حمدي حشاد. مرحبا. اهلا بك سفيان. صافا شنو الامور؟ الحمد لله منور يا سيدي. انا قبل كل شيء حاسدك مش نورمال. عشرت ريت محليه صح عليك. براتيك شونجمون كليماتيك. شونجمون كليماتيك لازم تتاقلم. لازم نحكيو فيه حكايه التاقلم مع التغيرات المناخيه سورتو. كيفاش كل عام نسمعوا انه لا بلانيت سو ريشوف، كيفاش بالضبط نجيو. اما كيما كل حلقه وكيما عملنا مع كل ضيف نبداو واحده واحده. قصتك مع التغيرات المناخيه ومع المسائل الايكولوجيه وقتاش بديت؟ في الصغرى، في المراهقه، ما بعد المراهقه؟ والله بابا كان نسكنوا بعد المكتب 10 كيلومتر معناها نمشي على ساقية نهز كرتابتي الصباح بكري الحكيت. لا خلينا بالحق شويه جديه عاد شنو بودكاست محترم بالاخص اللي وراه الكاميرا اللي قاعد انسان محترم. لا نعرفك. باهي كيفاش الحكايه كله. والله يا سفيان ديما السؤال هذا تسالي برشا مرات وحق ديما نرجع باش نفرط ما نلقاهاش الحكايه منين كيفاش بدات. اما بعد فهمت اللي انا عليه اليوم اللي شنيا اخترت باش نقرا شنيا اخترت باش توجه عزيزي الله يرحمه بطريقه. خلينا نحكي لك شويه. انا كنا نسكنوا في باردو في حال حرس باردو. دارنا دار عزيزي كانت دار كبيره برشا جنينتها كبيره برشا. وعزيزي كان انسان بسيط في ثقافته بسيط في فهمه لكن عنده علاقه احترام كبير خلينا نقوله بالطبيعه. احترام الكائنات الحيه بصفه عامه الحيوانات كما يقول لي هي شبك ما تضربهاش ولا ما تضرهاش ولا ما تمسهاش ولا علاقته مع كنقولوا الايكو سيستيم اللي هو متواجد فيه اللي متواجد فيك معناها علاقته مع العناصر هذيك كل واللي كنت بحكم امي تخدم وبابا يخدم يخلوني بحث مماتي. واللي كانت اكثر حاجه بالنسبه لي تجلب لي انتباه في الجو هذاك كل عزيزي واللي يقوم به عزيزي معناها من اللي نمشي الصباح بعدهم للي نروح واللي يعملوا عزيزي كنت ديما نقعد نثبت فيه معناها. واللي كان عزيزي لا بجزء من تربيتي معناها كان يحفظني القرآن ولا كان يحكي لي معناها قصص الأنبياء واحد ومن ترافيرهم هما كان فما برشا دي نوسيون على ترافير الجنين هذيك اللي معناها برشا مفاهيم بدات تزرع في مخي من أنا صغير. العلاقة ذيك ما بين الكائنات الحية ذيك هو ما كانش يسميهم بالأسامي هذم. هو كان بمفهومه الخاص البسيط لكن عدي لي المفاهيم هذيك معناها اللي تزرعها فيا من أنا صغير. بشوي بشوي ذيك خلي الكوريوزيتي معناها تكبر تمشي وتكبر واللي تمشي معناها اللي نحب نعرف اكثر. وحتى هو معناها الاجوبه نتاعو كانت عندها حدود. ومن وقفت حدود عزيزي اللي انا وليت نحب اكثر نكمل من خلال اللي باش نقراه ولا باش نطالعه معناها الحمد لله معناها في عائله رغم صغيره عائله معناها ثقافتها مش عائله معناها خريجي جامعات واكاديميين لكن لا اما حاجه واحده ممكن تتحسب لهم اللي ما كانوش يبخلوا باش يوفروا لي المجلات ولا الجرايد ولا الكتب اللي كنت مستحق نقراها الكل. واضح كانت تتوفر.
بالعكس معناها كانوا معناها لتشجيع كبير شجعوك معناها باش تقرا وتكتشف. ما غادي نكذبش عليك سفيان، ممكن في فترة الطفولة بدأت ما غادي الحكاية تتطور تدريجيا بشوية بشوية، اللي كانت الحس التحليلي معناها اللي يفرض لي هو يحكي لي معناها علاقة العصفور بالشجرة، ولا معناها علاقة الدودة بالأرض متاعها وكيفاش تكون. هذا العمر قديش ابخي؟ هذا نحكيو من العمر ال4 سنين وانت ماشي معناها حتى يكش ممكن 13 نذكرهم بتفاصيلهم تفاصيل معناها عزيزي حتى طولت الصباح في شفتر معناها 8 كيكه وانا نقعد بجنبه نقرا العشاء تاع الصباح ساعتين هذوك مع عزيزي كل يوم عوام هذيك معناها المفاهيم هذيك، وكنت معناها ديما يحاول يلقى لي اجوبه بسيطه يعني على حد فهمه، على حد فسر لك وحسب معلوماته وحسب انت شديد طاقه الفهم نتاعك. طاقه انت فهمك طفل صغير زاد عندك برشا كيوريوزيتي معناها برشا حب اطلاع وفضول للعالم هذاك شنو بشوي بشوي دزني معناها ولات عندي الحساسيات معناها الحساسيات اللي معناها ننغر كرا شكون يكسر عود ولا ينحي كعبه غله بقوه ولا زرع فيك اهتمام خلينا نقولوا هكاك اترافير الجنينه هذيك ما مشيناش الحاجات ابعد ولا اصعب خلينا في الاسباس هذاك اللي اي صغير يكبر فيه هذا يتعامل وقعدة العلاقه هكاك من بعد معناها وانت في المدرسه مثلا ولا زادت ممكن اكثر اللي زادت وليت تاخذ فك المفاهيم العلميه البسيطه ما كل المجلات اللي نقراها ولا الفيديوهات ولا مثلا الوثائقي كان مقدس بالنسبه لنا. فهمتك. يعني عكس عائلات اخرى تراها معناها كي تسمع لهذه الناس تسكت. نحن كان دورت وتلقى وثائق من تصوير نمس كل تتفرج ارجع للنمس رايونو ولا فرانس 2 وقت كانوا ترجع للنمس ولا وقت كانت اسمها كانال بلوس وقتك بالتشتيش نتاع كانال اوريزون كانال اوريزون وقت معناها دونك معناها اللي كانت قبل ما يجي البارابول وقت قبل الواحد هذا كل مفاهيم هذيك معناها الحق من تاع ربي معناها من غادي معناها وكانت معناها الديبا في اشكاله اللي خلينا نقولوا البسيطه زاد اللي كان نشجع عليه برشا فهو ما كانش يسمي الاشياء بالمسميات هذه اما معناها وفروا لي معناها سواء خالي الله يرحمه ولا بابا ولا عزيزي الله يرحمه معناها الناس هذوما اللي وفروا لي كل احاطه معناها تاع الحكايه هذيك وبالعكس اللي كانوا يشجعوا فيا معناها كل ما نعطيهم معلومه ولا كي تشوف انت واصحابك اللي يقراوا معاك في المكتب كانت فما نفس العلاقه بالمحيط هذايا والايكو سيستيم نفس الاهتمام لا ميم سنسيبيليتي ولا لا ما كانش كل فما بعض معنا من الاصدقاء اللي توا معنا قدنا اصحاب معنا نشاركوا في نفس الاهتمامات خلينا نقولوا وقت هذيك نبدلوا مجلات مع بعضنا وصلنا وقت نحن صغار معناها نمشيو نلموا البابوش من البحر في الصيف نعملوا بيه معرض في الحومه معناها حكايه كيما هكا معناها كانت حكايه بسيطه معناها الطفوله هذيك هي اللي اما انت كي تشوف معناها الفكره وين تكونت بالاساس كونت في الحكايه هذيك في الاطار هذيك في العائله هذيك معناها وبعد بشوية بشوية معناها كبرت معك الحكاية وليت معناها ممكن عندي اهتمام أكثر بالجغرافيا بالتاريخ الإيقاظ العلمي وبعد سونس ناتوريل معناها وبعد الفيزيك اللي حبيتهم أكثر من غيرهم معناها كحاجات ما لقيتش روحي منجذب للمواد الأدبية ممكن لا كانت أكثر العلمية ذيك اللي فما سونس تاع ريزونمون تفسير اللي معناها فما حد شيء صعيب كل شيء عنده تفسير هذايا معناها اللي خليت لي معناها العالم هذا كل شيء موجود كل شيء عنده تفسيره والعلم يجب يجاوبك على معظم الاشياء مش كل شيء اما معظم الاشياء قادر يجاوبك عليها وكا مغادي يا سفيان بدات تكبر الحكايه معناها حتى لين قعد الغرام حتى يكش معناها للباك كان اول فشل في حياتي معناها ممكن كان اول فشل في حياتي اي شنو هذاك معناها وقت دوبلت ب5 معدل معناها هي ما علاش ما قريتش وقتها ما كانش عندي الاهتمام باش نقرا ما كانش عندي الرغبه اللي باش نقرا وقتها ما اللي ريت امي مراهقه على شباب دونك المخ ما كانش خلينا نقولوا ركز وقت ريت امي تسمع كل مره شكون نجاحك ودخلت على البيت وقتها في بيريود ريزولتا لقيتها تبكي هذيك اللحظه تولد فيها حمدي جديد من وقتها قررت حمدي المسؤول تولد وقت في اللحظه هذيك من وقتها لا وقتها هذيك كانت مرحله فاصله في حياتي اللحظه ذيك اللي دخلت عليها وقت نذكرها كما انتم 3 غير ربع 23 جويلية تو تتذكر تفاصيل اللحظه ذيك ما وراوليش اللي هما غيظتهم الحكايه ما وقتها عرفت اللي ماني نقول لك هذيك اللحظه ذيك اللي حمدي المسؤول تولد فيها اللي حمدي باش ياخذ زمام الامور بيده باش يتحرك وحده واحد
امي تبكي ومني انا ومن عملتها اللي هكا وهذا ما عادش فيها. لا ماكش اللي من الحاجات اللي تربيت بها واحد معناها فما حاجه مشيتش صحيحه مشيت غلطه لازم تتصلح وقتها. وفي اللحظه هذيك هل عارف روحك بعد الباك باش تعمل؟ صراحه لا، ما كنتش تصور روحك معناها باش تمشي. لا كنت متوسط في الدراسه. لا نحكيو الدومين اصلا مش دومين ما زلت فما حاجه اختصاصات علميه كنت زاد نفكر في القانون. لطف عليك كدرس قانون. بالحق ما انا وقعت بعد ما نحكي مع اصحابي كما قلت انت عاملين ما انا قلت ممكن ما نلقاش روحي، ممكن حاجه مش متاعي ما انا خلينا نشوف حاجه اخرى. وكا عاودت الباك مره ثانيه نجحت. المعدل نتاعي ما كانش كل قوي برشا اللي باش يخليني عندي الشوا اللي اخترت عليه مشيت عملته اللي هو تربيه الاحياء المائيه والصيد البحري. هذه اللي فلكوا بها تربيه الحلزون. هذيك هي مشيت لها انا بيدي اول مره قبل عبد عمل مشيت لها هذيك هي مشيت لها هذيك وقريت فيها. الحاجه اللي غادي سفيان وقت نشوف زاده في عينين الشفقه والتشفي من بعض الناس القريبه يعرفوا شنو هي عودتوا معناها حتى ما مشيتش اي خاطر مش سامع. لا فما كانت نظرات قاسيه جدا وهذا اللي بالحق ما حبيش نعمل كالدور البهلول اما ريتها وسجلتها. هاي ما تنساهاش. لا ما تتنساش لازم هذيك ما تتنساش لازم مواقف كيما هذوك ما تنساش. ممكن هوني راو الشيء هذا اللي عشته انت واللي حسيته وقتها يورينا كيفاش موضوع مهم في اختصاص مهم حتى كان احنا نفلكوا بها واحنا صغار يقول لك عمل تربيه الحلزون تقليم اظافر الماعز. هذه هي النقطه. اما افيك دو ريكول راهو نحكيو على نشاط مهم تنزيد نحكي فيه. فما مجلس علمي كامل في اختصاص راهو فما المواد اللي قريناها معناها تلقى روحك تروض في البحر بطريقه او باخرى سواء من تقنيه الصيد من انواع السمك من غادي زاد بدا غرامي بالمناخ خاطر معناها اول مره نقرا ميتيورولوجي كانت غادي باهي ما نسبقوش الاحداث تنجيوها. دونك الاختصاص لورينتاسيون بعد الباك شاءت الظروف والصدف وميساج خلينا نقولوا حتى النية خاطر ابخي تو انت عمرت حاجه حبيت تخلط عليها خلطت عليها وبدات الرحله وكيف ما قلت لي نظره العباد ما تنساش وقت اللي كيسالوك شنو عملت التوجيه. اول ما مشيت غاديك للكليه مش كليه كلمه كبيره كل صغيره معناها ميسالش بريمير دوزيام تروازيام 160 باهي. أبا نقول لك معناها بالحق ممكن كانت أحسن حاجة صارت لي في حياتي مشيت للبلاصة هذيك. هل إنه من سواي على القراية الأولى حسيت روحك في الانفيرونمون تاعك جد مو خايب هذا ريت؟ يجي نفسر لك حاجة ليكول متاعنا صغيرة كانت بنات في إطار تعاون دولي مع اليابان. معناها الفاسون تاع البني متاعها معناها كان جابانيز فاسيليتي غادي معناها في وسط غابة والبحر بجنبنا معناها ونحن في امتداد معناها ايكولوجي محلاه ممتاز. ما غادي برشا حاجات معناها كما نقولوا لي بارامتر تاع الغرام كل طلعوا في الماكس. بالعكس ممكن غيري راها عقاب كنت نراه احلى حاجه صارت في حياتي في المنطقه هذيك وفي البلاصه هذيك في 3 سنين هذوك. لانه غادي بسبب طاقتي معناها ممكن اللي اصحاب اللي في تونس قاعدين يمكن في جامعات اخرين معناها خير بسماهم وسكورهم اعلى ودرا شنو واحد وكل نرى فيهم يدوبلوا واحد بالواحد وانا تك ما شاء الله معناها بارمي لو بروميير معناها في والحاجه الواحد السكور الزاد المعرفي نتاعي ما عندك ما تعمل غادي سفيان ما عندك ما تعمل راك محصور بطولات وغابه وحلال في باش تقرا ليه معناها في الكتب اللي نقراهم والحاجات اللي ما عندكش فكره معناها قداش كنا معناها تلمام ما عندك ما تعمل تطالع تقرا كتب. ذكرتني في حكايه اسم الفاكولتي والبلاسمون تاعها احنا الفاك اللي قريت فيها سيونس جوريديك ما جامعه كارتاج الناس يقايدوا فيه يسخيبوا في كارتاج وبعد يتفاجئوا وين 10 ديسمبر بحذا الواد. دونك يصيرك الشوك هذاك اللي تحكي فيه انت انه مشيت متخيل عالم تلقى روحك في ظروف اخرى جمله. في الحاله اللي نحكيو فيها هوني بالنسبه لك انت بالعكس شجعت الغرام هذا وسهلت لك معناها برشا انك تقرا وتطلع وبحكم خلينا نقولوا معناها كنا من التلامذه المتميزين معناها اللي فما كما تقول انت دي كلوب تاع كوريوفيلي معناها تاع تربيه الاسماك معناها نشيو الانواع الحوت نحبوهم ونربيهم وتقعد تعس عليهم
لي بارامتر اللي تسمع بهم الكل تاع البي اتش تاع السالينيتي نتاع النيترات تاع مارس النيتريت فيها الحكايه، تراقب فيهم وتراقب فيهم وتدوز وتعمل وتشوف وعندك انت تدوز بها تدوز اي دوزك زهو. كل ماتريال كيف تاع لي لابوراتوار اللي كان محلول لنا باش نستعملوه ما كانش مسكرين عليهم وخايفين كانوا مسهلين لكم معناها تطلب الاوتوريزاسيون تاخذ وتجرب وتعمل وكل شيء، وذاك كله معناها اللي يخلي برشا براتيك كان في قرايتنا نحن، ومنها هي معناها اللي فما خذينا حاجات اما من الغرام زاد. هو هنا باش نحكي لك الحاجه اللي كانت تزيد علامه فارقه في الواحد العمل. وقتها نحن في 2008 كما قلت لك من جمله اللي انت ما عندك ما تصنع في البلاصه هذيك فارغه خلاف وسط غابه حاصرك وتروت وبحر وفي اللي تولي حلال مش عندك تعمل باش تقرا اخبار باش تقرا مجلات. كنت برشا معناها متعب بالنسبه لي كل راس شهر وقت مش ناخذ سيون سي في ولا سيون سافينير هذوما زوز ولا سيري هذيك تحط وتبدا تشوف صاير في العالم. وقت الانترنت ما نقولكش مازالت كل بالساعه مكونيكتي وما اول عرفت ما بديت الانترنت في اي معناها كل ما زلنا هاي فايف ما زالت وقت الناس لا هاي فايف تمشي انت تحل شويه هكاك اسمه فيتورama سيونس ولا معناها سبيكترو سيونس هذوما معناها دونك دو سيت كنت تستعملهم برشا في الوقت هذاك تحلهم تقرا شوف فما اكتواليتي. وقتها بعد ما زلنا بيريود بعد حرب العراق 2003 2004 بدات المقاومه العراقيه توري في الويل الامريكان نذكر كربلاء ونجف ومعناها المثلث الشيعي وقتها كانت فيه المقاومه شرسه ولا حتى معناها المحاور في الرمادي وقتها. المشكله هنا تضرب انت في العراق الثاني دوله منجم بترولي شنو يصير صارت معناها الامريكان عملوا حسبه لقاو حسبه اخرى لقاو في الاسواق تاع البترول سبيكولاسيون تاع البري طلعوا برشا. غادي في 2008 وصل 2008 اللي انت وقت سوم البريل فوق 155 دولار البريل في 2007 اخر 2007 اول 2008 وقت نقرا فك السيون سي في وقت الموضوع معناه اللي كان في الاكtualité بيوكاربيرون الوقود الحيوي. شنو هو البديل؟ الناس كل تقدم في الوقود الحيوي كزيوت دي برودوي ديريفي بتاع سكر شنو هي الفيرمونتاسيون شنو البيروليز هذوما كل الكلمات هذوما كانوا شنو هي هذه الحكايه شنو بيو كاربيرون نعرفوا كاربيرون شنو بيو كيفاش يجيو مع بعض تحل العالم قدامي وقتها ما نكذبش عليك سفيان كانت لي معناها الموضوع هذاك حدث لي رجاء. والمشكل وقتها فما غرام نحن كنا غادي اون كونكورونس فما كنقولوا ليليت نتاع ليكول ولا كيلكو سو ليليت مانيش ليليت اما كل واحد شادد زعما حكايه اللي شادد الطن هكا يخدم على الطن وحده اللي شادد السبيرولين معناها كل واحد انت لازمك حاجه واحده نتاعك هكا تعملها تمركيه. شفت المكروالك لذلك الكبار برا قلت له مشد حد نتاعي انا خلينا نفهم فيها بالمنطق هذاك معناها كل واحد كنا نبداو بالنسبه لنا كل حلم وقتاش نخرجوا من البلاصه هذيك نمشيو للبلاصه اوسع في العالم رغم اللي بيدوا حتى ستاف وقت غادي ما مش قارين فينا الخير باش نكملوا نوصلوا حاجه في حياتنا بالله كانوش متوقعين منكم الباهي جمله او تقلت لكم مباشره لا تقلت برشا مرات مش لا بكل ثقه ويضحك يبدا تغزل له الزهد تقول له انت تقرر ولا ربي يقرر ولا انا نقرر ولا شكون باش يقرر برا ميساج نشوف علي حاصل. بديت وقتها سفيان نخزر ما خاطر لقيت برشا دي بيوماس وفما كلمه في البيوكاربيرون يحكيوا على الميكروالك فما ميكرو ماكرو ميكرو وقتها كان برشا سبيرولين وقتها شركات في اسبانيا وفي نيفادا وفي اريزونا اللي بداوا يعملوا برشا دي بروفي على السبيرولين هذا ويخرجوا منه البيوكاربيرون. قلت هذا الميكرو خدموا منه عليه الماكرو فما شيء عليه ماكروالك معناها تقريبا عندك 36 بالميكروالك معناها العدد كبير. جيت تشوف انت في الماكرو وقتها في كل وقت هذاك تقريبا كانوا 3400 تو طلع النمبر 3800 تقريبا اخر مره عملت شيك. قلت زعما فما حتى واحده تصلح بيوماس باش يخرجوا منه حكايه وقت زاد فمك في الاكtualité هذيك انا تبع فيها عرفت كتحل اسمه ياهو تقك الاخبار تاع ياهو ياهو ضارب جوجل وقت صغير مازال ياهو ليكسيلوغو لا مش ليكسيلوغو لا ليكسيلوغو استكبيب العربي اسمه اللوغو نتاعو كلب التافيستا لا فما اللوغو نتاعو كلب هذاك نسيت شو اسمه كلب ليغوس ولا ان تروك كوم سا حاسيلو بون لا نسي وقت بضحكوا لابرا نحكيو 5 سنين الفتره هذيك معناها دونك لو منه واحد شو لي فانتيج البريود كل يوم حاجه جديده هاي دوك بديت تلوش في الاخبار تاع اليوم باهي ليزيتود اللي لقيتهم كل لقيت ايتود دانوا محترمه فما نوع تاع عالج موجود عندنا منه في تونس ألفا كما خاص البحر هذيك تبدا خضر ألفا ألفا خاصه كما الخاصه هذيك تلقى على البحر
خادمين منه قالوا فما بوتنسيال تخرج منه حكايه. اي باهي قلت ايه يا خدموا جماعه موجوده فما عندي حاجة. نخرج انا نهز جلاسير غادي ونلبس الكومبينيزون ما قلت كل شيء متوفر عنا غادي ولما خرجت هيك عملت دوره بديت سلم فك الانواع اللي زال المكروه اللي عرضوني كل على الشط هذاك اللي يبدا من الكابلون في بنزرت حطيكش الغير ملح اي واحده نقانا من الشونتيوناج الكاركتيريزاسيون نتاعها طولها عرضها البواسيج نتاعها الشفاه دي مينيغو شفاها معناها اسكم دي ميتولوغ ولا حكايه هذيك الكل واحد عملت قديم النوع شفته معناها قد عشرات ما نذكرش الشيفر اكزاكت عشرات بعد اللي لقيت فيها بالحق معناها لك امل الفا هذه قلت برا نجرب والله ماني خاسرين شيء حليت المانيب نشوفوا البروتوكول سيانتيفيك سيدي كيف باش نخرجوا البيو كاربيرون من هاي خويا لقيت روحي ضايع نفهم مش من نوتر موند كبير الحكايه تجاوزني برشا ونتصور لازم زاد امكانيات لا موجوده الامكانيات موجودين جزء منهم جزء منهم موجود جزء منهم موجود غادي فما الماتريال نجمت نخدم به خلينا نخدم به ما خلونيش نخدم به قلت لك نحن نباتوا في ليكول وديارنا قرينا كاين قريب ليكول اش نعمل في الليل اللابوراتوار بيت شباك محلول ندز دوبليش ما يتسكرش تعال تنقز بالشباك يظهر لي انت اول اتيديون تونسي يعمل العكس اتيديونات التوانس داخل للفاكولتي لا الفاك بالنسبه لي انا راي مجال اجتماعي راه مش قرايه وروح لا اي بالنسبه لي انا راه الفواي نتاعنا غادي بريمير اني ودوزيام اني الريستورون لوطا البيوت الفوق بيتك اللي ساكن فيها تحت الصاله وين تقرا معناها هذيك بالنسبه لينا مجالنا الكل دنيتنا كل غادي معناها حاصل بديت نعمل ديزيسي بديت في 2018 2008 صافر الله تنجي 2018 حاسيل يمكن نقول لك عملت 16 سي اي المشكل فما ماتريال ولا ماكينات كيما اسمه بيو رياكتور ما لقيتوش في الفاك نتاعنا سنتريفيجوز مثلا سكروا عليها خاطر فما واحده تعمل بحثنا بي اتش دي دكتوراه دونك ما خلونيش نستعملها بالطبيعه انا وقت تكنيسيان سوبيريور واضح وهي دكتور يعني انا باهي الاولويه مرسيدس 66 فهمتني دونك بعيد على بعضه اي سيدي شنو نعمل السنتريفيجوز هذه ممنوع تستعمل هذا انت باش تعمل كل سيباراسيون تاع لي كومبوزون اي بالضبط شنو انا نحب نعمل خاطر عندي لي شانتيون خاطر باش يفسد لي ما لازم سينو لازم نعاود نلمو تلفوا بالالومنيوم تعلمت مليار حكايه وحكايه كيما نقولوا نحن تاع تعقريب تلفها بالالومنيوم دوب اللفه مش الضوء ما يدخلش بريكولاج هي نبته يعني خاطر باش تطلع فيها شويه شمس وعندها النيوتريمون نتاعها باش تدخل في الفوتوسينتيز انت لازمكش الفوتوسينتيز باش تحط على فالور بروسيس هذاك هكاك وقتها امي فرحانه ماكينه صابون الجو في الدار راه ما شاء الله تخدم كل ماكينه وتدور وامي معناها وقت بدلنا الماكينه هذه جديده ترافق الصابون يدور في وسطه ويذوب ما عادش يتراه شو شيخ عليها من الحكايه انا ليه مخي قاعد تضرب في حكايه اخرى كيفاش تولي اللي تعمل فيه ماكينه الصابون نفس اللي تقوم به سنتريفيجوز كيفاش ماكينه الصابون باش تولي سنتريفيجوز كبتيتك في تخدمها انا ما شاء الله يدي تمسح حكايه تهلك قلت خلينا من برباش اما باش بنظافه ما تشدنيش متلبس خليتها خرجت مشيت بحث خليتي جبت كاش لي شونتيونات جبتهم الجلاسير حليت كماكين صابون اوروزمون فيها كنقبه ذوك اللي يخرجوا الماء قعدت نتحايل باش نربط كلي تيوب ايسي كيفاش باش تحطهم في البلايص هذوك وحطيتها في الماكس قلت يا ستار يا جبار يدقدقوش في وسط يا سبحانك يا ربي خطفت والله خطفت بالله والله بماكينه صابون حلوه الاكسبيريونس هذه والله بماكينه صابون توا راك قاعد تعطي في افكار للناس هي اكيد هذا ما ليه حاجات وليت شوف انديريكتومون مانيش قاصد اما وليت كالميميتيزم كالماكينه بالبروسيدور سيانتيفيك نتاعها تشبه البروتوكول نتاعها شنو فما في تشبله في اللوكوست بالامكانيات اللي عندك باهي عملت الاكستراكشن تاع الواحد نتاعو اموري باهي عندك انت باش تشوف الماتير مينيرال خاطر فما حاجات ساعات تعمل انيبيسيون للرياكسيون شيميك انيبيسيون تفشلها معناها الحكايه لازمك انت فوق اسمه فوق كالسيناسيون تقريبا كان صدقني ربي هذاك اما هذا فور معناها تحط فيه العظم تاع الدجاج هذاك لا يخرجوا بودر فهمتك اي فهمتني المشكل هذاك بالصف بالرسمي بس مانيش فادلك بالصف دونك عاودت لقيت حل معناها اي قلت هذاك المشكل انت لازمك توصلها التمبيراتور 1100 اي
ولا حتى اقل شويه، ما غير روح، لكن عندي معناها مش المفيد تولي لي ماتيغ مينيرال. باش نجم انا تولي لي معناها رماد باش نجم ناخذ ماتيغ مينيرال. وعندي حاجه خويا مغروم بكرشي الحمد لله. عندك خاطر ربيع الله يرحمه ذي بحذنا غادي في حال حرس تعمل طابونه. اي مشيت بحذا وقت باش ناخذ طابونه باش نعمل كسكروت وهي تحمي وانا بجنب. لا فكر لك طابونه. ايوه نغزر لها قلت بشويه هذا فخار والفويه تاع الفخار يطيبوا بيه حكايات كاسحين. بلي خليه روحت عملت هكا بتيت ريشيرش واحد توصل طابونه في دي كونديسيون اوبتيمال تنجم توصل لك تعطيك حتى 500 دغري. لقيت الحل، تنجم تخطف ما تنجم تخطف. لقيت حل. باهي حطيتهم الحكايات نتاعي هزيتهم لها قلت لها ربيعه جوست خليهم تلهبها. قلت لي علاش بيك طابونه ناضجه؟ لا ناضج امور مليئه اما هذا نحبهم حطهم في وسط واش تعمل بهم؟ ديت هلو سي مسكين توصل مش فاهم شنو هي الحكايه. هي كمراه مسكينه حد عرف الله يرحمها هي توفيت. هي امور سحر تغزر لها الحكايه. شنو هو حشيشه خضراء هكا وانت باش تبدا بودر اش تعمل بها؟ وانا ليه العكس تمام. تقول لك ايه تقول لك شنو طلع. قلت لها حط الله يخليك. وسالتك وفسرت لها ولا جوست قلت لها خذ بخاطري؟ ما ركبت ليش مرة مش قاريه معناها على هذيك حد عرفها مسكينه طيبه وخذيت بخاطري مسكين. خذيت بخاطرك وسبحانك ربي مرة أخرى مشحت العملية مرة أخرى نمشي سلكناها مرة ذي بيو رياكتور باش تصير بها عملية الاكستراكسيون الكل باش تخرج انت تشوف الألقى نتاعك تنجم تخرج بها ولا تشوف البيورتي نتاع البرودوي نتاعك والبورسنتاج والحكاية هذيك الكل. بيو رياكتور وخي يتكلف مزمر وقت في الكتالوج نشوف فيه ب37 مليون. دخلت المدير قلت له نحب هذا بالله كان نجم نخدمه. لا فوتك بالحديث الوقت انا سرحت قريب التروازيام في ليزيسي هذوما طلبوا عليه بروجي اسمه فان ديتود اي بي اف. ما عنديش قلت مقدم هذاك فما كيلكو بروفيليتي نعمل في ريشيرش. وفما المدير الله يرحمه هذا اللي كان معناها معاه الفكره وعجبته الفكره وقال لي تعمل افكتيفمون برشا. وقت سحقيت ذا بيوريكتور المشكل سفيان هذا ب 37 مليون عام قداش 2009 نحكي 2009 معنا مصروفي في الجامعه 15,000 نحكي وقتها ما فهمتني. غزل لي وقال لي حمدي غزرت له السوم قلت له اي صلي عني بي عرفت انا اي فهمت روحي واش تعمل انا تو قلت بيريكتور فما واحد في الانسات بهذاك باش نقول لك مشيت الانسات انا عندكم الحق تستعملوا ماتريال دي زونيفرسيتي ولا دي فاك اخرين ولا زي واحد انا وقت اللي مشيت له غادي انت عباره خويا معناها لازم شكون يكلمك شكون وباستحباب. انت عباره معناها مك المساي ماشي للعائله الارستقراطيه الانجليزيه في الانسات باش تطلب منهم حاجه كيما هكاك فهمت. خاطر توا ريت لابسين بالبيروك الابيض وانت داخل لهم بالفلاش نتاعك على خاطر توريت في المكتبه تاع الفاك عندك الحق فما نهار محلوله للناس اللي من سبيسياليتي اخرى. هو الحق ربي حتى ما عاونونيش اعطوني كلكو زاستيوس وحكايات وخيوط تاع عملهم في بلايص اخرى واحد. اي باهي دونك مشيت شدينا بيوريكتور خويا مشيت للانسات ما خلونيش وقت نخدم عليه طبيعي جدا مش خلوني اي عادي اتيديون ما جاي ماكش بورقه رسميه ماكش حتى شيء ولا بالصف كل شيء بالصف نفس الحكايه انا مانيش برشا ماتي بيوريكتور شنو لازمني نعمل نغزر قلت لك ما عندنا كلوب تاع كوريوفيلي وعملت كريوم في الدار وشكون نحن لما اكثر ببوشه من الاخر فازيت هذوك من الهبال هذاك نغزر له هكا في الفيش تكنيك بوسيبل كريوم ردو بيوريكتور ينجم يولي معناها بوسيبل. غزرت معناها شنو ناقص معناها الترموستات باش تحطهم باش يسخنوا الماء المانومتر باش نقيس بيه جيت نحسب فيها الحسبه كل 160 دينار تاع بريكولاج ميزانيه 160 دينار وقت 2000 نحكي لك كنت مصروف في 15,000 معناها مش خويا فوقي مونجالتي هزيت بعت عندي شويه كتب قدم جيت قبلتهم بعت مونجالتك وبعت الكتب اللي عندي اللي نجمت نبيعه فيه الروح كل سقط لا ما وقتها بسيدي انت وقتها راهو تقميره هي ماكش تحكي على حاجه مضمونه. انا نعم فيها بال انا بالنسبه للناس كل ترافيك مهبول بالنسبه لا بالحق ما فما تخيل انا بيدك قابلتك وقتها وحكيت لي الحكايه قلت لك اعمل عادي هما ديما معناها الحاجه الممتعه ديما يغزروك من الاول مهبول هذه الحاجه اللي زيد ممكن ما استنسناش في تونس انه ليتوديون يكون عنده التصرفات هذه
لا فما سفيان ممكن اي مش تسمعهم تراهم دي كلوب توا مثلا تمشي انا قلت لينيت لك لينسات ما لينات استنسناش معناها لينيس حتى العموم ليزات. ما عندوش الصوره هذه على الاتيديون التونسي. فهمت شنو هي معناها؟ ما هيش حاجه تتعدى في التلفزه، ما هيش حاجه تتعدى في الانترنت، ما هيش حاجه تتعدى جاك على التلفزه في الراديو. مانيش مستنسين نحكيو على حاجات هكا. صحيح. حتى تو فما ديك كلوب دو روبوتيك تو ديرنييرمون، ولا فيليال يعملوا فيه ليزيتيديون ولا حاجه طياره ابداع يعملوا فيه اتيديونات ابداع. اما توانسه ولا بون مش توانسه، خويا نحكي على روحي ميساج. انا مثلا رغم اللي هاو نلوج ونقرا وكل صعيب وين تعرضك المعلومه هذه. دونك ناكد لك كان جيت عرضتني وقت وحكيت لك كذا ما نقولش ما نقول، نقول لك اعمل عقلك تعمل في حاجه صعيبه مش نعمل. انا بالنسبه اليوم عندنا بيت هي كانت بركون فوق. بابا عمل له ركب له ديفيتر ولا اسمه نقول انا وليت بيت منشر لا بيت البركون عملها لك لابوراتوار يضحك. انا كحوت نشيح واحد ما جيف جبانه من البارتي هذيك بالنسبه لهم جبانه ماهيش معناها بيت محترم. هذا اللي الاكواريوم تبدل فيه ولا هذيك ركبت خويا ركحت اموري غادي باللي قدرت. الحكايه ما نعرفش كيفاش اما تكلفت بعت اللي قدرت واللي لميت من مصروفي. وبابا وقتها عطاني شويه وامي عطاتني شويه. الحكايه تكلفت 500 دينار. عملت بيوريكتور ارتيزانال. سفيان 16 مره نعمل اكسبيريونس ونفشل فيها. مرضت؟ لا ما مرضتش. لا والله ما ايستش. تقرا على الناس الاخرى وش عامله. ما فهمت بروتوكول سيانتيفيك راه ضربه حظ. بالعكس حكيت هذايا معناها دي بارامتر تبدل هذه طلع هذه واحد. اي لين خويا اللي وصلنا معناها عملت بارتي على الغاز الميتانيزاسيون. معناها خرجت الميتان غاز قابل للاشتعال منها. اي الميتان اللي هو فورتمون بيو غاز. وكيف خرجت ليتانول. ليتانول كي خرجت التيوب الصغير هو انا الكل فرق بين سكرته هكا ونغزر له تقول نغزر خاتم ديامونت شايف بيه من الفرحه. قلت لهم يعمل لي تصويره بيه بالرسمي كمبوزي معاه هكا عمل كل هكا شيخ بالحق. معناتها تراك انت خدمه نتاع اكثر من 16 شهر و 17 شهر وانت تلوش وتكسر في راسك وتخنطب وتعمل في حاجه ما هو جايب لها حد خبر. والاهم من هذا كل انك ما وقفت في حتى مره. لا ما بطلتش. لا برشا مرات. لا ما ايستش. قطوس مثلا مره طالع عندنا قطاس دار لغال مبنيين بالقطاس حب جنوني القطاس. عندنا قطوس يطلع يستكشف يشم يكب لك حكايه عاود. اي اما ما فما حتى مره قلت سيك هاو باش نبطل غرام لازمك تفهم. اسمعني هذاك انا مش نخدم فيها بقرايه وبحب بغرام كيما واحد يقول لك غرام تصوير غرام اغنيه غرام جاي غرامي غادي. انا غرامي غادي حاصل قرب الوقت سفيان وقت نحكيو اول افريل وطلبوا منا وين وصلتوا في الافونسمون. ايش نعمل انت هذاك كل لازمك تلموا يولي رابور. لميتو رابور بحكم هو معناه كاختصاص اللي نعمل فيه بعيد شويه على قرايتي. شويه من قرايتي برشا موش من قرايتي. خاطر انت بالنسبه فما بروفيت كنت ما خدمتش على البوري ولا على الطن ولا على ما يحكيش معاك ولا حوته مسيبه في جبل. معناها ماذا بيه يطيحوا لك اسم بي فما تقبل شويه وجاي اسمع ويزي بلاد فلسفي يجي يعمل حاجه هذه وسيب الحاصل اللي يضحك في الحكايه وقت لميته. اما وقت لازمني لي ريفيرونس. المشكل في اللي خدمته الكل قاعد نلوج دي ريفيرونس. شنو هما لي ريفيرونس في اللي خدمته؟ شنو ينجموا وين معناه؟ ما عندي تروح ريفيرونس يديك فما حاجه خدمتها فماش حاجه بيت كي حرت بروفيت مشيت للبروفيت نقول له لي شيف ديبارتمون تاع نيت مشيت لينسات. بعث ماني حتى ناس لبرا. الوحيد اللي عطاني فيدباك بوزيتيف قال لي شنو هذا اللي عملته. قلت له انا عملت كذا وكذا خاطر ما مشيتش كذا وكذا. فسرت لقيتهم فسر اسمعني قال لي صحيت في بالك بروحك ولا. قلت له شنو من سنة ديما مش نقول دخلتها في حيط ديما نستنى في الكلمة حربتها وضيعت وقته. باهي قال لي بابا ايش نشوفه لوج معايا قال لي هذه خويا شنو باش تعمل لها. وراني كيفاش كتبت ونظمت مليح. الله يرحمه عمري ذا هو شيميست الله يرحمه. قال لي هذه تهزها نهار اثنين فما إدارة في حي الخضراء اسمها لينوربي تمشي تصب براءة اختراع. تلقى روحك اخترعت حاجة. خذيت وقتك الريزولتا والاناليز وزاد هو ثبت لي. سامعوش ياك كيلكو زان فما لي زانتونسيون اللي مش باهين في اللي فاك. معناها اللي حب
فما مالوغوزمون كلك بروف ديما يحط لك اسمك قدامه وخدمتك تولي درا شنيا. او كما بعضنا. قال لي غزل لي الحكايه باش تولي مريكله. انا هبطت فيديو على الفيسبوك فما صاحبي قال لي حلوه الفاز وجينا درا شنيا. قال لي برا فما صحافي كلم احكي له الحكايه ذي. سي صحافي اللي مشيت له وقت في 2009 كيما توا اسمه سي وليد الماجري اللي هو من الوقت اللي توا نحن اصحاب. خذها الحكايه جا مخر وديما مخر كيما سي رائد دونك موش ملتزم بالوقت استنى فيه ساعتين. خذها الحكايه كل وروحت على روحي عادي. غدوه صباح شنو انا في بالي باش نكتب ارتيكل هكا كبير تلقى الدنيا محروفه. اشترى الباج في الصريح باسمي. هي حاجه باهيه. الاذاعه الوطنيه التلفزه الوطنيه كلهم يلوجوا عليك وقتها كل الشروق شروق ها. اي وقتها صريح وقت هذاك اش عندنا احنا بيزاج ميدياتيك في تونس ما فيش برشا حاجات. وقتها جماعه فاكي من الحكايه كلها يعطيك الصحه اللي يكثر خيرك شبيك ما حطيتش اسم الفاك. هذاك باش وانا ديما ما نقولش ديما اسمه بالنسبه للصيد البحري نقول لي علوم بحار. خاطر ما نراش فيه الصيد بحري قد هي معناها البحر كل نقرا فيه. والملاحظه هذه جاتك من بروفيت؟ جاتني بروفيت حبوا يعديوني على الكونسي. استنى معناها انت كي كتبوا عليك في الجرايد ومعناها بروفي موافقه مبدئيه. فما طالب تونسي عنده موافقه مبدئيه على براءه اختراع على بيوكاربورون يجيبش عاديوك على الكونسيل ديسيبلين على خاطر ما حطيتش اسم الفاك. هذا هو صار حق مانيش تاع مشاكل انا مانيش كل وقتها امبيونس اخرى. كلمني وقت واحد من الاذاعه الوطنيه وقت في الموجز الاخبار وقت بن علي 2009 مانيش نفدلك وقت. حكيت له الحكايه قال لي باهي مريك تو نحاولوا كيفاش نوصله. تعديت في الواحد وجاو صوروا معايا التلفزه بريفمون وقت جاو التلفزه الوطنيه صوروا الاخبار التلفزه الوطنيه وحكيت لهم الحكايه. غدوه الصباح ماشي في بالي باش نشوف شنو هي حكايه الكونسير. جات غادي البنزرت تلقى الاجواء مبدله. لحظه قبل ما نجي انا جا الوزير بيدو والوالي كلموني وقت اصحابي قالوا لي راه الوالي والواحد حكى فيه انت اللي فهمنا له حكى فيه انت. والله العظيم كما انت وقتها عرفت انه حاجه باهيه ولا حاجه خايبه ولا مش عارف؟ لا قرصه جات. هو رزمون راه الحاجه اللي كان انسان بعقله هو المدير الله يرحمه غادي. كان انسان بعقله بكامل عقله بالحق. سي زبير وقت الله يرحمه زبير علويني كان اسمه صحيح ننطقي ولا ان توكا. سلكت ملي كان كونسي سلكت واحد وتعدي بست ربي ولات كل عندك بروتيكسيون ميدياتيك وقت. وقت عندك بروتيكسيون ميدياتيك ولا حكايه مشيت فيها. خديت لابروف تاع براءة الاختراع عديت البي اف اموري مريقله ودرا شنيا. كيف صبيت في دوزيام سيكل معناها مش نكمل سيكل انجينير. ترى زر الدوسيه ضاع. انا جوست عندي سؤال هنا. الباركور اللي تحكي لنا عليه بعيد بعض الشيء على العادي. متفقين. صحيح انت وسط العام في نفس الجو في الكليه مع الزملاء الناس عندها نفس الاغرام نفس الاهتمامات. في العطله في الصيف الموندو يتبدل برشا نتصور على خاطر ما عادش في الاسباس هذاك باش ترجع لبلاصه اخرى. ممكن ما حسيتش وقتها ديفازاج ما حسيتش انه الاهتمام مش كيف بالموضوع هذاك ولا انه شو قال لك معناها مع الاصحاب مثلا؟ اصحابي ليه فما شكون وقت اللي قاري ايكونومي اللي قاري دروا اللي قارين اختصاصات اخرى معناها ملتي ميديا وقت واحد كي نحكيو شويه تقرا ديما تدز الحكايه هذيك تستنى اي موضوع لا لحظه نعرف بحال لحظه نعرف فيه معناها كي تبدا تستنى هكا ريحه الريحه عرفت كيما واحد يعمل مشكلاسيون جبد له على البروتين برك عرفت هكاك. عندنا نفس السيد اللي حكيت عليه البكري شكون اللي مضيفنا هنا مغروم بالمسكولاسيون. اسمه ريتو يعمل هكا تعلم قد الوقت يعمل هكا تو شويه يضحك ويعمل هكا زعما هكا حاصل. دونك صار ديفازاج فما وليت شويه كنارد هكا اللي
سورتو بعد الحكايه هكا ما تحكي طلعت. لي عليه. انا نتخيل روحي قاعد في الحومه ويجيني طفل صحاب انا وياه ويقول لي راني نصنع في بيوري رياكتور وانا عندي براءه اختراع معناها في الوقت هذاك في 2008 و2009 باش يحكي معايا مع موضوع ما هوش مهم للدرجه هذيك. صحيح. خاطر صحيح. في الألفينات في التسعينات علاقتنا ممكن بالمسائل الإيكولوجية بصفة عامة. أنا وقتها مانيش صغير أدوليسون وبعد في الفاك وكل ممكن مربوطين بحاجتين كبار. شو اسمه ثقب طبقة الأوزون فهمني وسوم الكربوران. هذوما هما معناها الاهتمامات. ما عندناش اللي علاش لازمنا نمشيو البيو كاربوران ولا لي ريسك ولا علوم بحار شنو فيهم. ما كناش تصوروا مش نحكيو من بعد. زلي راه شيء متشعب بعضه البعض وانت قد ما كيما نقولوا تحل الطريق في بلاصه وعندك طريق اخر تنجم تعمل انتر كونيكسيون ما بيناتهم. يولي عندك زاد اوسع في المعلومه. تولي فما ناس ترى ان انت مش انت ليه استثمرت وقت استثمرت جهد استثمرت مجهود باش تعرف حول الموضوع هذاك باش تنجم تحكي عليه. فهمتني. فما التراكم فما كيمول تاع سافوار فير ولا نتاع نوليدج معناها نتاع معرفه اللي ما تنجم توصل تحكي وتفهم الحكايه هذيك. فهمتني. دونك انا اللي صار كيف معناها زاد فما حاجه مهمه برشا رد اعتبار لعائلتي. كيفاش اللي معناها قلت لك فما كنظرات تاع الرأفه والاستهلاك تعمل ولا عمل بالنسبه لي ريتو اول رد اعتبار صار لامي وانا وعدتها وقتها حاجه ما عادش مسكين عمل تربيه او عمل علوم بحار. هو مغزل لي ديما يراو في موضوع اخر. انا بالنسبه لي انا فما عمليه رد اعتبار مستمره باش تقعد لامي وبابا في كل نجاحنا في كل خطوه نقدمها ايجابيه. باقي المجتمع ما يعنينيش. معقول جدا بالحق والله ولا معقول ما عنديش الاولويه واهم حاجه بالنسبه لي انا امي وبابا. لا فرحانين بيك الساتسفاكسيون نتاعهم ولا هاي اللي هما فما نتيجه من هذاك الكل. كملنا غادي قلت لك صبيت الدوسي ضاع. كنت متفاجئ برشا من الموضوع. ما خليش حاجه ما عملتهاش وقت باش نفهم السبب علاش ما تقبلتش. بعد قالوا لي من الدوسي ما قبلوكش وبعد قالوا الدوسي ضاع. الدوسي ما فهمش. كيف الدوسي ما فهمش؟ حاسيلو بديت من الواحد لواحد من الوزارات للنشكي من إدارة لإدارة شنو لين انا اصيل جزيره قرقنة. فما جمعيه تنمويه قرقنة هنا في تونس كيرانيس. كلمتني بنت عم بابا نحبها برشا. قالت لي اجا وقت العيد سيد دخلوا جماعه قرع وانا مأيس من الموضوع. قالت لي اجا فما ثاني عيد وثالث عيد يعملوا لما يعيدوا على بعضهم يجي انت فماش نلقاو مخرج من الموضوع. قلت له حاضر جيب اوراقك وحكيتك ويجي بالزر غادي فما شكون موجود واصل الانسان شوي. قال لي باش نعطيك بلاصه تمشي تشكيله تمشي تشكي المركز الضبط تاع رئيس الجمهوريه. قلت له زعما قلت باش تلفوه. قال لي برا حط الدوسي غادي وش عليك وصلوا غادي توصل. قال لهم فلان غادي الاولاد تمشي فلان. هزيت بعد نهارين الدوسي ومشيت غادي وفتك بالحديث كيف لقيت ماستر في فرنسا صبيت فيها ومأيس أيس من الموضوع. يعني كنت في حالة نفسية خايبة شوي. أنا قلت شو البيبان كل تسكرت وتقول زح شوف وين كنت ملي كنت في قلب مش كنت معناه اللي المشكل شوف أنا حاجة اللي الدرس اللي خديته اللي ما تحطش أمالك على حاجة واحدة. عمرك ما تربط مصيرك بحكاية واحدة. أما نتصورها إنه من اللي كنت وسائل الإعلام تكلم فيك نحكيو على براءة اختراع ومن بعد ترقد تقوم تلقى روحك دوسيك ضايع وماكش ماخو قدرك خلينا نقوله. متوقع قلق ياسر. متوقع هذا كله متوقع. الحق تاع ربي ما توقعت زاد اللي ربي باش يفرجها بالطريقه هذيك زاد. مشيت شكيت وروحت على راي مروح في الترام مأيس مش مأيس. قلت هاكا عملتها وكان باش نقعد في لوما راحي ما عملتهاش هكا. كي روحت معنا الدار غادي مازلنا وقتك الدي بي 256 وقتها نحكيو فيه فك الحلقه اللي فاتت الموضوع هذا بتاع حليتها فرحان هكا نلقى ميل ما كلفاك في فرنسا تقبلت في الماستر. يا ربك سبحانه يا محلاها الدنيا ما تقبلت فرجت غدوة نحكي لأمي وشيخ هكا وش نمشي ونكمل غادي ولوش في البلاصة هذه غين سور مير هذيا بارتي. انت هكاك شيخ سيد قبل في ماستر في فرنسا سكرت أنا على الأقل غادي في حكاية بعيدة شوية ما مش مشكل. ومشيت غدوة الصباح للبنك باش نحضر الدوسي متاع
الكونت بلوكي وكل كان الامور حكيت هذيك هذيك كلها. قعدت كاستنيت قدامي زوز، دخلت لها المراه عطتني فورمولا بديت نعمل فيه وكذا، ضربت تليفوني راه 71 ان شاء الله خير. هزيت السلام معك لينات. مرحبا. قالت لي شبيك ما جيش تقرا، عندك 3 جمعات غايب. شنو قلت لها اسمي مش موجود في السيت مانيش انسكري. قالت لي برا سوي وضعيتك عاش ولدي وشوف راك ساي مقيد. شنو الحكايه هذه؟ قلت له ما ضربني هالواس في بالكم الاولاد يلعب يفدلك معنا. اي عطيت التليفون للمراه قلت لها كلمها وانت من الفيكس شوفها مشكون. كلمتها هز عليك طلع ستاندر لينا. عملت بوك قلت لها مدام نجم خلي الدوسي عندك نشوف اقرب البلينات مازال وقت قلت ندخل نثبت. اي قلت ندخل نثبت يا سفيان اخي نهارين تالي لازم مش موجود نحل معناها نلقى دوزيام سيكي كذا كذا. طلعت جاء تليفون من الرئاسة. تبدلت المعطيات. أقل من 22 ساعة تحديدا. 22 ساعة سمينا حطيت الدوسي مع حكاية نص النهار وحاجة. العشاء تاع صباحا نحل نلقى روحي سيتحل المشكلة. وشوا كان سهل وقتها بين فرنسا وبين لا تونس انجينيور ديما خير ماستر. لا أكيد فيش نقاش. لا بتقارن. هذه فاستك جو سوي ان انجينيور. هذيك هي كملنا غادي معنا واحد كملت معنا دوزيام غادي اي سافا معناها القراءة كيف زاد جو برشا جو فيها وبرشا حكايات أكثر هنا أوسع ومعناها متاع أناليز بيور. كملت في نفس مش براتيك لا ما تاخذ حاجة أكبر برشا في بيو كاربيرون. لا مش بيو كاربيرون. قعدت نشوف واش نجموا نعملوا واش نجموا نزيد ونشارك في معارض وحاجات مع جمعية جون سيونس وقت هذا كيف معناها اللي كان هذاك كان عندنا جمعية جي سي جون سيونس وقت شكون. أما هوني حمدي اللي نحب نسألك عليه كي تعديت لمرحلة الدوزيام سيكل قعدت في نفس الغرام قعدت في نفس الاختصاص معناها قعدنا ديما نحكيو على لي بيو كاربورون ولا بدلت ولا شفت حاجات أخرى أنشطة أخرى دي سبيسياليتي أخرى؟ بدلت نفس تقريبا نفس الغرام وصلت فيه أكثر. قلت لك معناها غادي بلت عندك آفاق المعرفة أوسع والكاليتي تاع التعليم ممكن خير وكما نقول تشالنج أكبر برشا غادي واضح. معناها لازمك أول حاجة معناها لازمك تتأقلم فيها مع المستوى ذاك اللي يعتبر أعلى شوية من المستوى اللي كنت فيه. دونك كان تيوريك أكثر من البراتيك. تيوريك أكثر من البراتيك. أنا جاي من معناها مليو براتيك أكثر من تيوريك. مع هذا لقينا روحنا بالعكس لقينا افونتاج ما لقيناش حاجه سيئه معناها. تعدي العام الاول سافا العام الثاني شو نقول لك نلقى ابليكاسيون قالك في الليل حلا مؤسسه قطر تك 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 انت شاب ما بين 18 و40 وعندك فكره ودرا شنو. عندي فكره حطيت الفكره ذيك وبعد نسيت الحكايه. وقتها اسمها هي وقت دخلنا ديسمبر تحضيرات وقت الإكزامانات وواحد شنو قاعد أنا في المكتب أخويا وقت في تنبوكها وقت 20 ديسمبر تقريبا مازال كي بوعزيز يحرق روحه. نحكيو على 2010. بوعزيز يحرق روحه وأنا قاعد فك المكتب ونسمع كل مرة فك الفيسبوك شنو. وقت ليه والجو متاع الجامعة يخليك لا والله لا ولا لا ماناش لوجيات ماناش جيتو ما كنا معفيين الحمد لله من الحكايه دونك معناها في الامان الفكري مش موافق عليها امان فكري خلينا نقولوا لان كنا معناها اقوى حاجه بالنسبه لنا فما زمان ماناش محضرين له وقت يعني مش كاوي كل انجينير معناها مش لهي الحكايات لكن وقت كان فيسبوك معناها كفضاء التواصل الاجتماعي كان وقت نتلموا في القهوه نبداو نحكيو على السيتواسيون هذيك الكل. كلمني واحد نقف كنمرو 900 وقديش هكا بلوس هكا جي المخك حكيت انا ما نعمل برشا سيتات ندخل لهم ونعمل انسكري ساعات جيوني كابالات من بولونيا ادري شنو فازات يا دونك فهمتني ما تدعثر هكا خويا فهمتني. قلت هذه واحده مجموعه خليها لك راه تحمس خليها خويا خليها علقت على النمر يعاود يتكلم يقول شنو وانا وقت في المكتبه نريفز شنو البلاد خلينا نخرج برا نسمعها ما تكره هذه بالعربي ولا بالبولوني ولا تدبر راسك. انا هزيت هكا وهي واحده لبنانيه تحكي حمدي حشاد من تونس هذه عربيه زاد بعثينها لي
انا هكا وهي بدات تحكي قالت لي انت سبيت كذا كذا شديت انا فرمان هكا خويا فهمتني كليت حل جنب هاي حتى النبرة تبدلت دابا وليت متربي متربي حاسل لا مخطف في مخي باش نطلع في الصلاح خويا التليفون هكا جا قالت لي فما كاستينغ كلمة كبيرة كاستينغ خويا في الاوتيل دانجينيور قالت لي انا لو شنو عنديش اوتيل دانجينيور في تونس بعد طلعت ايكول دانجينيور وقتها نحن في البداية تاكل بعضها نهار الكاستينغ الصباح وقتها صارت المجزرة في القصرين كل 20 واحد تقتلوا معنا في المظاهرات. انا وقت ماشي في الكمبيوتر برا كريموجين واحد وكل الستاف اللبناني يكملوا يصوروا ويحبوا اي لازمهم يقطعوا معنا. دخلت غادي سفيان خويا داخل مش نقول داخل لكن نجرب حظي ونروح داخل نجرب حظي ونروح. وقت امي نحكي لها ما انا قلت لها اسمعني الله اعلم ربي يجيبناش في السويب هكا دعات لي مسكين تفرش المسلسل وقت انا خارج وقت خطاب على الباب وقت يعاودوا فيه باش نعدي الكاستينغ هو كم مرحله به مرة مشيت دخلت غادي نلقى جماعه كل ماشط شعره على جنب هكا لابس لونات هكا كل تلمع مع بعض. عندك الشعر ما عنديش لا عندي شعر وقت عندك لا وقت عندي شعر مازال. واحد يحسب وحده في الهواء والاخر عامل بروتوتيب تاع روبو يدري شنو والاخر حاف بلان تكنيك يزيد هكا بقلم رصاص ويعمل مسطر شنو هي هذا قلت وانت ماشي هكاكا ماشي خويا على رحمة الوالدين ما انا داخل بساعة لبدان هذه قلت اسمعني رسمي لها درجة ولا دقيقة باش تتعدى بعد في الام بي سي هي وكان هكا وكان نزل روحي وراه كهو خويا دخلت هكا نلقى ستاف لبناني هكا واحد وجوري معناها هاي في يدك 5 دقائق باش تحكي على فكرتك. تخمرت وقتها سفيان نكذبش عليك وانا نحكي تخمرت ندافع ونحكي وقدامي ورقه وقتها وانا مخمر هزيت مطويته ودرك فيهم فاهم اللي قال لي ميساج تخرج ناخذ ديسيجن خرجت عليك استاف خاطر الوحيد اللي قالوا له اخرج باش ناخذ ديسيجن. قالوا شنو احساسك قلت له شنو باش نجاوب هذا خايف ايش تعبني نقول لك فرحان شيخ ما نقول لك اخرج باش ناخذ ديسيجن يا خويا نغزر انا في كل حس فكسر في مكتوبي يجيو حق تاكسي خاطر قريب الماجوراسيون وقتها ولا هاي لازمني نتحرك تي معناها قبل ماذا بكم قبل 9 معناها سينو مش نهبط بعيد معناها نكمل على ساقي هكا. وصل لي وقتها واحد لبناني قال لي سمعنا فكرتك هاي في قلبي قال لي قررنا نعطيوك فرصه باش تكمل تناقشها في قطر. انا مش فرحان بالفرصه انا فرحان اول مره باش نسافر عمري ما سافرت عمري عندي باسبور ديما نرجعه عبيط صايب معناها وقتها باش نسافر طياره ومطار ودنيا اول مره باش نشوف بعد الباب شفما معناها دونك هكا هزيت باسبوري وقت قريب يوفى لازم نبدلو. وانا اش قلت لك وقت كليت بعضها قاسرين ولا انا عملت غدوه هكا حضرت الاوراق كل صبيتهم وغدوه سفيان في حومتي في البدريه جماعه يزموا على المركز يحرقوه ونقسم لك بالله العظيم سمعت مداخل المركز ندخل داخل معهم صدم على المركز مش على حاجه لوج على باسبوري وقتها نظام بن علي ونظام بوليسي لا باش تضيع باسبورك راه معلم ضيع امك وبوك في ما ضيعش باسبورك وقت بن علي باسبورك ضايع ولا ما تاخذ تعاودش تاخذ شو مدخلني تو شويت وقت انا مره باش نسافر فيها يحرقوا مركز وعلي بالله زهر يا اخي صدمت معهم على المركز صدموا على المركز هم درا شنو ودخلت كرهبت كل القوات المختصه تاع قوات مختصه عشان فرقه من الحرس مدرع اول مره نشوف ونوعيه الكريموجين ضربونا بها صاحبي من المركز 200 دار للدار معنا جانا اسمه رجل كبير اقسم بالله العظيم سفيان ديما حياتي كرة في بالعكاز ويساس في روحه وقص بالك اقسم بالله العظيم يجيك مودي على حاله في الناس والناس كلهم قطع مكل الكريموجين شيخ باهي كلها كملت وقتها 11 جانفي وقتها وجات 14 وتعرف شنو جا وانا مخي في الباسبور يا ربي صار فيه هزيت روح ل 22 جانفي مشيت للمنطقه وقتها خايفين مازال كل انا قربت وكلي مش عندك اش فما اش بيك قلت له خويا ماشي نقرا برا وباسبوري وكذا وعملتهم له الكل باهي قال لي برا غزر هكا جيبي فما حد شيء وكل دخلت
مشيت على الباسبورات، السلام تفضل خويا مرحبا، برشا تربية وقتها تنبك التربية حاجة يا ودي حاجة وقتها بالله سيرفيس ابريفونت شيء كاسع في المنطقة وقتها. ولا وقتها يرحم والدي بالحق خلينا بتفضل يرحم والدي. قلت له خويا باسبوري حرقوا المركز ونعرف الشمعة ولا منين. قال لي لحظة ايه هو موجود حمدي حشاد ما قلت له ايه قال لي اذا رجع نايرين. قلت له يرحم بوك امانك اعطيني ديدلاين كذا وكذا درا شنو وريته الميل حاضر ماهوش حاضر باش يخدموا وقتها مالي تو بالليل وقت فطور وانتي جيت تدري برا من قهوه ورجع. هاي مشيت عملت قهوه مخي خويا تلاش نمشي نعمل قهوه باش هو يخرج وما يعملوا لي الشيطان ديما معناها نصب شيشه في مخي وقعدت بالحق معناها دونك رجعت من بار بدراش. قلت لك نص ساعه ايه قلت له هاي قهوه تاخو هاك هاي خويا باسبورك يدي مروح تجري فرحان سبق سكانيت الباسبور وبعثت لهم بين با نهارين فيزا ونقعد طبعت لهم رفاه لامي وخالتي شافتها ومامتي شافتها شكون ما شافهاش وقت الفيزا في الحومه معناها وبيه دافيون وقت شو بيه دافيون وشيخ حاسيل مشيت لقطر غادي ما نطولوهاش برشا توكا عملت كاستينغ وقتها مع جروب اخرى تعديت فيها وبعد كملنا في البرنامج هذا كان اسمه نجوم العلو. جيت معناها في لازمك تكون رابح تكون من الاربعه الاولانيين انا جيت الخامس. اما من ترافي البرنامج تحلت لي افاق كبيره في العالم اللي وقتها معناها في الكيو اس تي بي قطر ساينس تكنولوجيكال بارك في الدوحه اللي كان فما تمثيليه تاع ايربوس هذيك واللي كانوا هم يعملوا فيه فيزيت وقتها كورت فازيون نقولوا لاحد معناها الاستوديو نصوروا فيه في الكيو اس تي بي اللي سمعوا بالفكره نتاعي. وقتها جاتني واحده فرنسا كلموا البرنامج ما قالوليش كلمتني إدارة البرنامج قال لي في البرايم فينال معناها نتاع الحلقة الأخرى تاع أصحابنا اللي ربحوا باش نحضروا فيه نحن اللي شاركنا الكل. قالت لي لازمك تجي. قلت لها علاش؟ قالت لي فما هدايا ليك. قلت ميساج مخي ماشي في برفان تليفون بيسي كفازات عرفت كان خليت عرفت يا ذوك حكيتك هيك معناها ما جاش مخي معناها الواحد داخلين غادي ما قبل ما باش نطلعوا على اللايف دونك جيش معي ماكيجولك ودرا شنو بعد ما كيجولي قال لي استنى شوي لاباس استنى شوي يدخلوا لي 3 فرنسيس بونجور هذوك كل جور نتاعهم درا شنو يحكي ودرا شنو يحكي تحكي واحده منهم سويتشات بالانجلي وقالت لي تي انتريسي ولا مانيش مركز المشكل ما فهمتش شنو الحكايه نستنى في التليفون البي سي باش يمدوه بعد قالت لي قلت لها باش عاودت لي قالت لي opportunité de travail une unité de recherche et développement en collaboration مع وزارة الدفاع الماليزية وجامعات ماليزية غادي نخدموا على برودوي نقولوا بايوجيت فيول بيوكربيرون للطيارات بروجي نتاعهم مش نتاعي اما انا معناها بروجي نتاعي تشبه انت خادم على الموضوع هذاك دونك يقول لك سي ان بروفيل انتريسون يا سيدي وقتها فهمت على المره الثانيه وانا مازلت ما تخرجتش الكارثه اما المره الثانيه فهمت اش تحكي لا فهمت باهي قالت لي مادام هنا مش ما نقعدوش فاي فيان تنجم تصحح لي على الورقه هذه عطاتني يمكن 16 ورقه صوفيا انت ريتهم الاوراق اش فيهم مدتهم لي انا نفس الشيء ساعات ما غير اقسم بالله العظيم والله لا ريت ورجع ما قالت لي حاجه باهيه ما انت حتى تصحح تعرف كي تبدا تعمله تقطز رجلها كتبت فيها مزيانه ولا ما انا مازلت فكر المرحله هذيك ما تصحح ما تستعملوش تصحح ما عندكش علاقه بالتصحيح كملنا الواحد هذيك ادري شنو بعد جيني ميل وحليه كلمه كونترا ترافاي وانا مازلت ما تخرجتش بروبوزيشن هذيك الخدمه مع شكون ديبارتمون سالير تشوف في حاجات مازالوا بعاد سيونس فيكسيون بالنسبه للطالب سيونس فيكسيون عوام راه فيه السالير اللي ناخذ فيه غادي نحسب فيه شيف ديبارتمون زوز بروفيت و 3 ولا 4 متر داسيستون شلون مع بعضهم باش تلقى السالير هذاك. اما ريت هذا نحن نفدلكوا بها امانه بون لو ريفلكس دو جورناليست عندي انا هذا يوري في حاجه خايبه ياسر انه شوف احنا القيمه اللي عاطينا والامكانيات اللي حاطينها الموضوع هذا في بلادنا وشوف الناس الاخرى فاش قاعده تعمل. شوف دي فيتاس ديفيرون كل تشوف العالم كيفاش ماشي ونحن مالوغوزمون مازلنا في الحكايه هذيك انتوكا هذيك زاده كانت المرحله هذيك اللي مشيت نخدم في ماليزيا وبعد كملت نقرا في الكليماتولوجي اللي اما هوني نعاودوا نرجعوا نقارنوا شويه باهي مانيش باش
نسألك على أصحابك اللي في اختصاصات أخرى، حتى نتصور حتى في علاقة باللي يقراو معاك. معناها أنت باش تمشي تخدم في unité de recherche مع une multinationale على موضوع هذاك. وانا الاخر في البرومو نتاعي لا لا والله بالرسمي تحكي انا الاخر في البرومو انا الاخر في البرومو نتاعي. وهما نتصور معناها هما جماعة طاش خويا، انا مش طاش. إيه هما 14 15 16 انا معناها في 12 باهي. من بعد في الخدمة اسمع انا نقول اللي تتحل الغرام عمره ما يضيع. فما زاده لا بريز دو ريسك. هوني توك تحكي لي مانيش قاصد باش ناخذ سي با ريسك، هو فما زاده انك تجرب، خلينا نقولوا تجرب مش تاخذ ريسك. خاطر انت لوجت وصبيت وتو تانتيريس الموضوع بالرسمي يخليك تقرا وتشوف. انا بعد فهمت طبيعه فين نشد الصحيح في اللي نعملو كل اللي على كيف يمشي مش على كيف العباد. احكي اللي تحب سب كيما تحب، شكك كيما تحب، دور وما يمشي نقص مني حتى شيء. بالعكس باش تعملوا لي تشالنج، باش تعملوا لي تشالنج مش ديما باهي ومش باهي، ما حتى لتوا لاباس مش نقولوا معناها ديما نكملوا كمل. انتو كان مشيت غادي نخدم معناها نقولوا شوك كولتوريل كبيره برشا ودي مويان اخرين. اول مره كلمه فلوس عمرها ما تكون مشكل. اول مره نشوف كلمه فلوس عمرها ما تكون مشكل. معناها ترى في صفقات انا قالت لك في الخدمه كي قالوا لك راهو هوني البيدجي نتاع الريشيرش مش مشكل. مش انا نتبعوا ونعملوا في الواحد وقتها معناها نشوفوا فيه وين يمشي. مع الخدمه ذيك دخلت البلايص كان في ناسيونال جيوغرافيك سفيان، معناها بلايص في السود تاع الفلبين، في بورنيو في اندونيسيا، معناها في اسمها سلواسي، في بلايص معناها تحلم باش تراهم في كارت بوستال انا نمشي نخدم فيها. معناها تبدا تتبع في الكارتوغرافي نتاع وين يعملوا في الكولتور تاع ليزالغ وتشوف البارامتراج وين باش تخلف. اليونيفرسيتي من يونيفرسيتي مالاي اللي خدمنا معاه، ولا سونتر دو ريشيرش MDB اللي خدمنا معاه، حاجات اخرى معناها. وبلاد قاعده تطلع، بلاد مؤمنه برواحها ومؤمنه باولادها، مش كيفنا عندنا العقيده الانهزاميه كعرب ما نعملوا حتى شيء. ولا هذه بلاد، لا هما بلاد ونص. يقول لك شنو هي هذه بلاد ونص، ما عندهمش هذه بلاد. تقول غادي راك معناها تلزم عواقبها خايبه، تقولها ثقافيا عواقبها خايبه، ماكش مسموح لك مش تعمل التحقير. هنا مسموح وبهواية رسمية ورياضة رسمية عنا. ممكن زيادة فما وصدقني يا سفيان فما ان بروجي غادي ان بروجي ناسيونال اوزولي هما الفيكو نتاعهم كدولة وكتاريخ وكملتي اثنيسيتي وكسيستم حتى فيدرال. انا ريت كلمات اكتشفتهم غادي. شنو هي فيدرال هذه؟ نسمع بها في بالي FBI ديما في مخي، ديما كلمه فيدرال FBI مربوطه بالتعرفوا من الافلام. يعني ليه كل ولايه عندها نظامها وقوانينها وبوليسيتها يلبسوا اوترومون معناها وقوانين رسميه، وهذا كله يفونكسيوني في دوله مركزيه. الدوله المركزيه ذيك دي شيفر قاعده تعمل فيهم ايكونوميكمون الطياره، وترى في كل شيء على عينيك الطياره. حتى الريف اللي تمشي لهم غادي اللي تعبين شويه ترى فما فرق. بلاصه خليت انت كياس دفوا بطاقه قنطره في وسط الجبل كيلومتر ونص بالضوء في وسط الجبل هذاك، بلاصه ما كان فيها حتى شيء، ما تك تليفريك وزوتله وسونتر تاع دايفينغ كبير. ريت ريت الفكره كيفاش تولي قابله من الفكره للتطبيق. ما فماش مشكل. انا في بلادي جاي من الفكره للتطبيق فما مشكل، ولا الفكره ما فماش. هاي دونك عندنا زاد المشكل تاع الفكره ما فماش ساعات. والله يفهم فما اون ريجيديتي، فما خوف من ها واش نحكي فيه سفيان. هذا معناه خلينا نختم بها، طولت برشا في الفيكو نتاعي. لا هو هذاك هو هذا هو اللي يصنع مني اللي وليت معناه الكليما بالنسبه لي مش مجرد قضيه، مجرد متابعه يوميه، مجرد مش نقول لك مستقبلي ومهتم، مش حبيش كديباج هذيك قصه حاجه قاعده تمس فيك كل يوم بطرق مختلفه، قاعدة تلعب لك على أعصابك، تلعب لك على مستقبلك، تلعب لك على استثماراتك، تلعب لك على فلوسك، تلعب لك على توجهاتك، تلعب لك أبوه توا معناها على صغاري كيف باش ينجموا يكونوا، كيفاش نجم نفرق والحكاية هذه كل ولات انجو كبير برشا. ومن أول ما بديت نهتم بالموضوع راه في حاجة كبيرة، ما كنتش معناها مجرد كون أكتيفيست برك، لا نفهم المسبات وتربطها باللي قريته وتربطها اللي ما قريتوش. موزيدة هوني نرجعوا لأول الحكاية. منين بدا الغرام؟ هذاك راهو الحساسيه تكونت غادي من هذاك معناها تو اللي نحكيو فيه الكل
تبني على حمدي في الجنينه مع عزيزو. هذيك هذه نقطه هذيك اللي هو ممكن ساعات اون لو موفي ريفليكس بتاع الصغير ما يعرفش ولا ما يفهمش. لا يعرف كل شيء. الور كو من اللحظه هذيك، من لحظه صفر تنجم تزرع فيه الاهتمام. شوف ممكن فما اعمار معينه تنجم تقلب عقل صغير فيها. عطيه جوست مستحق منك الدزه الاولى ريتك ربع حبانه الكاتاليزور ولا ندزو برك شويه تمشي وحده تعمل حتى شيء. انا نقول لهم راه تو مازلت نعاودها وما نستناش من صغاري باش يجيبوا لي شهاد واستحسان والتصفيق وواحد وتصور. لا هذيك باش نكون ضدها. هذيك الاستنزاف الفكري والجهد اللي صار لي كاليتودات وكل هذاك كل في مرحله ما راه الانسان باش يفقد الطاقه وباش ينهار. لا اعمل بحب اللي تحب اعمله اعمل حاجه تحبها وما نحب ما تجيبليش شهاد واعمل عليها ما حبكش تجيب لي عليها شهاد كيف مفيد عندك نفس باش تواصل في اللي تحبه هكا. اي مهم هذا معناه بالحق. معناه قرأت معايا ناس راهو معناه تصورهم في الوزارات وفي الواحد تو معناه يبعث لي بالله شوف لي حتى كونترا ب 500 600 دينار نتعامل مع ناس هكا راهو تو سفيان معناه بالحق معناه ويسخفوني وتوجعني برشا الحكايه ونذكر المجهود اللي خسروه والديهم عليهم وهو قد يحط من حياته قداش حرم روحه من حاجه وقداش غصب على روحه ومعناه حتى كي يخرج لبرا في بعض الاحيان زاد ما يلقاش نفس الفرص اللي تصورها هنا. اما معناه من الخجل باش يطرح الفكره كما هي يقول لكش انا عندي صاحبي في كندا مثلا بعث لي دكتوراه يخدم ب 2500 دولار 2500 دولار كنديان. ما نتصور انت يقول لي شوف كان فما حاجه في تونس ب 4 ملايين ب 5 ملايين روح خير عنده هو وروح قال لي روح. قلت له علاش معناتها انت ما زلتش قال لي شنو باش ترجع معناتها لازمك تقدم هنا شنو باش ترجع. نبدا نحكيو على ناس ترجع برا. خلينا نمشيو للرجوع لتونس من بعد. كيفاش وقتاش صار كيفاش صار الغلطه ديك ترى كنت تحكي درجة تالي كيفاش مشيت لبلاد ما عندهمش عقلية شو أنا بديت الوقت اللي نشرب فيه شوي من طبيعتهم من تصرفاتهم من ثقافتهم. لقيت روحي روحت لتونس تبدل الكونترات قد بدل الكونترات في أفغانستان سيكوريتي الكونسيون سيكوريتي غادي مش مريكلين وقتها شوية شيء كما نقول اللبنانيين شايف روحي هكا عملتها بيدي خويا ورجعت لتونس. ملي كنت شهر التالي يا سفيان ناخذ قريب 3700 دولار نلقى روحي في تونس محسوب على أصحاب الشهادة العليا عاطلين على العمل معطلين على العمل ولا هذاك هو. لا والأهم من هذا كل انت جاي باكسبيريونس صعيب ياسر انك تلقى كيفها في تونس. ما لقيتش بعيد على بعضه برشا ما لقيتش معناها لا بالكومبيتونس اللي تعلمتهم انا ما لقيتش روحي كيفاش نقولوا باش تحط روحك وليت نلوج البر لكن سوف كو لي كونديسيون وقت التلويج صعب برشا. شو نقول لك سفيان وقت فما بريود يمكن 7 شهور ما نصامش في حياتي 7 شهور دونك رافعهم لحتوا لي جزء كبير من شخصيتي تو كسروا لي الغرور نتاعي. شنو يحكي السوبيريوريتي نتاعي تكسرت وقت كانت حاجه ممتازه اللي تكسرت. شنو صار فيهم اللي قد بطل 7 شهور بطل 7 شهور ولا اكثر شويه بطل 7 شهور هذوك اللي كنت من الاول لا 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 لا, لا. معناها هذيك ما نعملهاش هذيك ما نعملهاش هذيك ما نعملهاش ما نخدمهاش وهذه لقيت روحي بعد سفيان مفيد عطيني نصور فلوس. خدمت جيد توريستيك ايكو توريستيك نخرج مع لي روندوني اللي قريته نحاول نستثمر معاهم تحكي له على الايكو سيستيم على انواع النباتات على حكايات هذيك. لقيت روحي نقري في تود لقيت روحي بريود خدمت جماعتين لم في الزيتون. خدمت جماعتين لم في الزيتون في مرناك. انا ملي كان ترجع 4 شهور تاني ناخذ 3700 دولار نلقى روحي ذكرتني بك الوزير اللي كل عام قال لهم اجمعوا الزيتون. لا والله جمعته لا انا كي سمعت الجورني معنا قداش وصاحبي حاير قال لي ما لقيت كنت نجي معاك هذيك اللي بيك والفايده يعني نتحرك من اعز لي اكسبيريونس اللي عشتها والله. فما اكسبيريونس وحيده ممكن وقتها جاتني وقتها وندم عليها تو ما عملتهاش اللي المفروض عملتها اللي جاتني وقتها فتره باش نخدم فيها سيرفر تكبرت على الحكايه اللي كانت ممكن تعطيك تجربه اجتماعيه ممتازه برشا. عن تجربه تبدل لك نظرتك للحياه ترى المجتمع في طريقه تصرفه وفي طريقه تعاملك معه في الاحتكاك المباشر. تعرف شنو تكتشف انه فما نوترك واحد كونترا سوسيال يجمع الناس كل شيء ما عندك عليه حتى كل شيء السيرفر اللي تنجم تكون محبوب الناس الكل كيما العكس من اسمه من اللي بايس المدير بنك
كيما زوز العكس كيما العكس كيما العكس. كيما يجيك عبد ما يجمعك بيه حتى شيء ما تعرفوش ما يعرفكش، اما هو جيتو في ساعه خايبه يكرهك انت اخي بواحد في فوالا معناها انت معناها هذيك. بعد معناها لقيت فرصه معناها مشيت لقطر، خدمت في قطر، رجعت من بعد رجعت في قطر نخدم تقريبا قد فتره. كي روحت حاجه واحده خرج بها كونكلوزيون، وراس امي لاني خادم تحت حد من نخدم كان وحدي. حليت بيرو الحق تاع ربي، كليت فيه العصا شويه، ما مشيش مع بيرو دو كونسلتينغ، ما مشيش كوم يلفو، مره الفوق مره اللوطه. هو جزء من الخدمه زاد، من جاي من ايكو سيستيم تاع على شهر معناها مش تاخذ انيشيتيف وحدك. حتى بعد بشويه بشويه الحمد لله الامور تريكلت. دونك وبشويه بشويه زاد كنت نستثمر في الفولغاريزاسيون اللي نقرا، واللي واحد كان ديما عندي حاجه عزيزي وامي وبابا نحاول ديما نبسط لهم الامور. انت 17 هذوما الساعه خلينا نذكروا عام قداش 17 ابطال؟ هذوما 15 تقريبا 2015 14 اخر 14 بعد رجعت قطر مره اخرى مشيت قطر ورجعت لتونس عام قداش؟ اخر 15 نفس العام. لا اخر 14 لا رجعت اخر 15 تقريبا. من الاول الامور مره الفوق مره اللوطه حتى لي وقتاش خلينا نقولوا دخلت في ان ريتم هكا ستابل شويه 2018 2017. ما تراش انه هذا مربوط باهتمامنا احنا في تونس بالقضايا الايكولوجيه؟ هذاك علاش شوف هو كان نقاتش لتونس معناها نجم نكونوا واضحين للصراحه. انا وقت كانت وقت الناس كل عندها توندونس فرانكوفون، انا كنت اغابوفون. انا نعشق اللغه العربيه ونعشق تفسير اي مصطلح كان عباره. عملت اكاديميه واحده ولا مجلس اللغه العربيه هكا يعني نحاول نلقى لها ترجمه مهما كانت ونبسطها ونفسرها واحد. الحكايه ذيك وذيك كنت معنا في احتكاك مع صحفيين كاصحاب قبل كل شيء. قلت لك اول صحفي من 2009 تحككت معه ولقيت روحي معنا برشا منهم اللي يخدموا على الموضوع نعاونهم. بديت معنا نصغل في الفيسبوك نتاعي. درجه الاهتمام بالموضوع في 2015 ماشي يبدا 2018. لا مشيت تكبر. كي تلقى قيمتك انت زاد تزيد تستثمر اكثر في الموضوع، تستثمر اكثر قرايه، تستثمر اكثر تنمي معارفك. معناها كانوا سفيان معناها راهو صباح نقرا بي دي اف، في الفطور نقرا بي دي اف، انا مروح في الكار من الخدمه نقرا بي دي اف، انا في الدار نقرا بي دي اف. بالنسبه لي انا كانت تشالنج اللي معارفك لازم تطلع. هذا الناس ما تراهوش باش تراش انت قداش قاعد تستثمر في مخك. فما شكون ما يمنش بها الحكايه جمله من اصلا يجي استثمار في المخ، والناس مش ترى فيك كان تهبط وشكونك ولا تغير روحك ولا تفهم في هذه زاد يعني يدبر في راسه. واحنا هنا لو موفي ريفلكس تاع ان نتهجموا قبل ما نثبتوا. ثقافيه الحكايه من الاول كنت اللوم برشا. توا جزء من تركيبه وعقليه وسوسيولوجيا التفكير التونسي النمطي اللي معناه شوف عنده ايجو كبير تونسي ماهيش مربوطه بتونس. شوف لا فما مجتمعات ابرك مثلا في ليبيا استعمال الفيسبوك مثلا في برشا بلدان نفس الطريقه. فما عباد تجي تسب ولا تهجم هكاك. ايش نقول لك حاجه مثلا كنشوف المصريين مثلا ما يتعاملوش بنفس الطريقه، الليبيين ما يعملوش نفس الطريقه. تونس الجزائر المغرب فما تقارب في الموضوع في الليجو هذا معناها يفهم كل شيء. فما مجتمعات مثل الخليجيه برشا احترامات حتى في النقاشات والحوارات معناها مش نفهم في كل شيء. هذيك انا لا مش قصة تفهم كل شيء يا سفيان. كان نعطيك انت تقرا 50 بي دي اف دوكيمون رابور مرجعي تاع منظمات دوليه على سايبر سيكوريتي، سفيان باش يلقى روحه عنده ادراك جزئي ولو بسيط في السايبر سيكوريتي اللي وقت باش يحكي على الموضوع الصحفي باش يستعمل بعض من التراكم العلمي هذاك في الموضوع باش ينعكس بطريقه او باخرى. باش تكبتي 2 و 3 إليمون على 5 فهمتني. تولي ماني باش تكون راك واحد معناها بالاخص اللي انت عندك تراكمات تبدا تحطها بشوي بشوي. انا اللي قصدته عندنا ياسر اللي ما يقراش وما يلوش نجم يعدي نجم يجي كل ثقه في النفس. وانا راهو نحترمهم الناس. انا شوف خاطر انا مش نحترم لازمها شجاعه. لا شجاعه وشجعان التونسي ما شاء الله. رابطه الشجعان التونسي معناها اللي تلقى روحك تتعاطى مع ناس. شوف تونس معطى علمي مناخش تحب فيه شنو تحب فيه معناها نوار مهرجان قرطاج برومويت مونوبري ولا ام جي ولا شنو تحب؟ لازم بينا ماركه ثالثه نزيدوها كارفور مقاطعين هاك باهي. اي معناها شنو تحب لك معناها نعطيك برومويات هذا قصيده عيد نكته
نحكي لك معناتها كذا كذا والامور ماشيه في السونس خايب. فجعتنا هبطنا قوايمنا لطف بسم الله العظيم. تحل انت كالبروفيل تكليك تشوفه هو وين خادم احتراماتي هو فاش يعمل، تقول زعما انت في مخك عنده اسهم هذا في تسلا ولا في شركات ادويه نوفا اسمها نوفا نورديسك ولا شنيا ماني خايف عليها باش تقول لك خوضت عليه انت بالحق. هذا مستثمر مع توتال ماني خايف على الاسهم تاعو اللي انت حكيت. سمينا زوز ماركات اخرين يا ودي نسميهم الكل يا اخوي. اي هذا معناه أوكي. عنده اسهم عنده من بكري ينقص فلوس في عنده الكرسي، مصالح خوفتنا وهبطنا قويمنا شنيا هذا معناه. معناه انت تصور انت معناه كي تحكي مع ناس في دول اخرى يستعملوا المصطلحات هذه تحكي ظواهر علميه تفسيرات علميه. نقاش علمي ما تصورش ينجم وانت كان لاحظت لو كالصوره ولا كالخريطه ولا كالمصطلح ولا كالرابور ولا كالمعلومه ماخذينها من مصدر علمي مش انا. ان شاء الله يكون عندي نار ونعمل انستيتيو دو ريشيرش ولا معناه يجيك شكون يقول لك منين جبتها الحكايه ولا هذوك عندي شكون. انا عندي واحد معناه مدير مسؤول في المعهد الوطني للرصد الجوي وقت اول مره حكي له 2018 نقى منشور على السيت تاع النازل يحكي فما وقت قباب المناخيه القباب الحراريه القبه الحراريه اللي يحطوا فيها في اي جمله باهي لا هي موجوده ظاهره معناها علميا مشكل ليكزاجيراسيون. قبل ما كان كنت تقول في 2018 يضحك عليك هذا المسؤول هذا في المعهد الوطني للرصد الجوي هذا دخلت لنا هذا وقتها هذا معناها انا وقت ترجمت ولا ما جبت شيء ما عندي بوست على الناس ترجمت بالانجليزي هي دومس معناها ترجمتها قبه حراريه شنو ترجمتها باش تترجم كان كيك انا حطيتها كيكه منشور هزوها معناها في وسائل الاعلام وزيك شمس وقتها غيره السيد هذا يطلع عمل لي 4 ايام بذمتي كل صباح لازم ناكل كرتوشه من عنده على بروفيل منين جاب رديتهم قبب سيد زمار لا في اللايف في موزايك في الصباح في البيك تاع ليكود سمينا دو راديو اخرين خويا هذاك عملت بيبليسيتي لتونس الكل شكون مازال بنيادر ما تسميش فادلك مازال بنيادر غورمانديز فهمت باهي شنو سيدك وقال لي معناها وقت كلمته بالتليفون يدي لاباس انت كلمتك اي لاباس شبيك منين جبتها ومنين جيبوا فيها دخل فيها قلت له في النزار اقسم لك بالله العظيم شوف يعني هاني تو منين وش يفهموا منه هكا حرفيا شنو هو قال لك هكا حرفيا السيد هذا مازال يحكي في الراديو معناها مازال كل صباح 12 جمله يراسكل فيها مغطاه جزئيا 14 13 درجه رياح معناها السيد كيما سمعت في المعهد مسؤول في المعهد الوطني للرصد الجوي 2018 قلت له راهو النازا هبطوا هكا وهكا قال لك شي يفهموا منه. انا وقتها فهمت حاجه واحده خويا كان انت طبيب وما تعرفش كلمه قريب ولا بنكاج ما تعرفش كلمه تشيك غلط شكون غلطه الشيك بالعقل والله مش نكتة انا نحكي هذه هي اي الناس ايش يفهموا هذه هي هذيك والله نقسمك بالله العظيم كما قال والله انا كانت لي صدمه اللي معناها ما نقولكش بالتراحي خاطر نحكي شو مني فيك معناها عجبك ما عجبكش بروفيلي اول حاجه وما جبرش الناس باش تتبعني وانا عندي كل ميثاق اخلاقي ما بيناتي وبين روحي على الاقل حاجه سورسي مش نقول لك ما غلطتش في بعض الحاجات اللي حكيتهم ولا واحد غلط لكن ديما كنت زاد نصوب ونعترف بغلطتي غلط وارد زاد سبحان الله غلط وارد معناها وقت لقينا فما مشكل كبير علاش الناس تحب تسمع ولا ما تحبش تسمع خلينا ما كذا كما التهويل ويجيبوا كان في الاخبار نحكي لك خويا مناخ تحب نحكي لك شنو تحب نحكي لك معناها مش زاده في شهريه لو فما انت تو عندك انا مثلا كل ما تحكي معهم تقول لهم مثلا جاي فتره سخونه ولا جاي فتره بارده ولا فما عاصفه في الطريق ولا فما رياح متوقعه قويه ولا كذا اي ظاهره في الظواهر المناخيه المتطرفه ديما نفس ردود الفعل خوفنا وجعتنا يا بدي مانيش مسؤول على انطباعاتك واحاسيسك وهرموناتك صدقني نحكي في معطيات علميه خذها كما هي سيدي الكريم او سيدتي الكريمه ساعات مش مطلوب انك تتفاعل مش لازم نخوفنا ورعبتك بهذه كي طلعت 5 سخانات ياك تخرج وتدور وتقام في الاسواق وفي البحورات فيش رعبتك يا اخي انت رعبتنا مان انت تحدي الظروف المناخيه الكل مان لم بتابل انت لن تشابل ان ديسبيوتد معناها كثقافه عن شنو هي هنا سفيان سالم ممكن زيادة تعرف شنو حمدي ممكن ما استنسناش انه المؤسسات الدولة ولا انه عندنا خبراء
تناقشوا في الفضاء العام في الموضوع هذا؟ شو ممكن توا ولات جديد؟ هو فما نقاش معناها كأنه عنصر دخيل على الفضاء العام. لا مش داخل هو تو كنشوف انت تركز مع وسائل الاعلام ممكن ولا فما اهتمام كبير بالموضوع. اهتمام كبير تو نحكيو على العامين هذوم حتى اكثر شوي. باهي انت هنا الوظيفه معناها انا شنو نقول عندي وظيفه مانيش مصدر رسمي نكونوا واضحين. عمري ما كنت مصدر رسمي اللي نقوله تثقيفي تعليمي توعوي تحسيسي فقط. نلقى معلومه عجبتني قريتها هكا نهزها نترجمها شوي نكتبها بالتصرف درشنية اوب ونعاود نهبط اخوي سورسي تحط المصدر تاعك وكل شيء. اي حتى السورسي معناها عندك ديما ناس تشكك حتى في السورس بيتو. اي مادام الناس مش يفهموا منك. انت تصور انت تصور يا سفيان معايا يا سفيان يا قوب انت تصور معايا خويا. تصور انت نازل معناها الاجتماع بتاع علماء معناها المزمر فيهم قاري 70 سنه بعد الباك معناها شهاد ومعناها بين زوز حيوت يعلق فيهم شهاد وبرك. والبيجي دي ريشيرش البيجي نتاعو قد ميزانيه تونس معناها بطريقه قداش وناس عندها قمر صناعي مش قمر ودي سوفت وير ومعناها داتا سنتر كبار والدنيا مدعوكه ملمومين هكا مع بعضهم وراهم كل خرائط هكا بتاع العالم والدنيا وش قاعد يصير. اليوم يا سيدي لميتكم مدير النازا باش نغوثوا على واحد تونسي عايش في تونس موظف باش نركبوا هيلو ونتآمروا عليه وعلى عيشته وطريقة عيشته. تصور انت هذا الكلام اي المشكله هذا الكلام يعني تو انت ماني واعي باللي تقول فيه ساعات كي تغوثوا علينا ويكذب اقوالهم. تصور معناها انت عندهم مسرح يقولوا فيه يا سيدي يغلطوا في 3 حكايات اما راه في مقابلهم فما 900 حكايه صحيحه. اعطيك انا رايي من الجهه الاخرى. زاد احنا راهو في تونس استنسنا مثلا نشر الجوادي ما غلط. لا حتى كنت فتيك اجا نفسر هي توقعات هي توقعات باش نعطيك انا رايي معناها حتى وكان الغلطه تصير مره على المليون احنا كتفد ليك عرفتك ليجوند اوربان حاجه هكاك استنسنا ان نفدلكوا بالنشر الجوادي. يا سفيان احنا معناها الثقافه هذه خاطر شف النشر الجويه في تونس اداريه بحت. ايوه مع انت تشوف انت ثقافه وذر شانل مثلا وذر شانل في اسمها في امريكا قناه كامله راهو بطاقم نتاع تعرف قد فيها ستاف وذر شانل فيها فوق 1300 ما بين تكنيسيين وصحفيين ومفرطين في الولايات المتحده الامريكيه الكل. دي ستاسيون دوبسيرفاسيون دي زاناليز واحد وذر شانل تلقى فيها برامج ما تصورش انت يوم تفرج فيها ساعات اندستري راهي بالنسبه لهم اندستري راهي تدخل انت معناها وذر شانل بيون تدخل معناها تخلصها راه ابليكاسيون فما الجراتوي فما اللي تخلصها. ميد اوفيس في بريطانيا معناها ناس عندهم ثقافه متقدمه جدا في الحكايه هذه. نحن هنا مازلنا ديما واخذين بك الجانب الغيبي اللطف بسم الله العظيم خوفتونا حد ما صدقني حد ما مستهدفك في الموضوع. هوني حمدي الحاجه الثانيه نحب نقول عليها انه استانسنا كان نشر الجويه الكلاسيكيه والخطاب الرسمي سرعه الرياح تتراوح مغطى جزئيا متموج مع كثير درشناوس وحب عابره راهو ساعات 12 جمله هما بيدهم يتعاودوا بطرق مختلفه. ساعات انا بيدي نلقى روحي نقرا في النشر الجويه دو فاسون ميكانيك مانيش نستهلك في المعلومه. انا اختصاصي مش طقس انا اختصاصي مناخ فما فرق ما بين الاثنين. اما راهو في العالم كله في تصور انت في تونس حاب يطلعوا قانون معناها اللي تولي تتعدى على معلومات. انا في العالم باش ما عندك كوميونيتي نتاع كيفاش نقولوا خلينا نقولوا اماتور ماهوش رسميين باهي يخدموا في العالم باش وناشطين في العالم باش وعندهم جمعيات تمثلهم وعندهم غيره كان في تونس فما قلق معناها تصور انت معناها المصدر النزاع نتاعك هما قالوا 33 وانت قلت 33 ونص فما اشكال مشكله كبيره صديقي. قبل كانت المعلومه تنجم تحتكرها تو راه عندنا اكسي على الاقمار الصناعيه مجانا. تو عندنا دي موديليزاسيون مجانا جوست تنجم تعرف تقراهم وتنجم تعلق عليهم بسيطه الحكايه. راه معناها بالنسبه للانسان عنده زاد ما يكفي من معرفه ما نمشي يعلق على الموضوع باجتهادات مختلفه تنجم تعلق عليه. هنا معناها وين الاشكال هنا شوف انت حتى معناها اداريين نحبوا نحتكروا الحكايه كي نسكروا زاد راه خلقوا مشكل على خاطر باش تقصي الناس اللي عندها درايه بالموضوع باش تفسح المجال في بلايص اخرين الناس باش تحكي لك حكايات. تنجم تحتكر تونس تنجم تحتكر البحر الابيض المتوسط تنجم تحتكر شمال افريقيا. انت صلاحيتك تشمل تونس ولا خليك في تونس مش تحكي شمال افريقيا
خليك في باش توقعات. نحكيو على الحوض الابيض المتوسط، باش نحكيو سيدي على قاره افريقيا، باش نحكيو معناها اوراسيا افريقيا مثلا، ولا على الكره الارضيه كلها. اي معناها مضحك، مجرد الحديث في موضوع مضحك معناها، ما تخليوناش نصنفوا في نكت مستقبليه معناها. شوف، هو الحاجه الممتازه تو برشا صفحات ولا يحكيو، برشا ناس مختصين ولا تحكي، وحاجه ممتازه الراهو ولا فما ثراء. ايوه تو فما 2 ولا 3 باج نتبع وراو فخور برشا كنقول الناس هذه مختلف، نوجه لهم تحيه الكل دون استثناء، اللي راهو ولات كي تسمع في حديث عادي في قهوه، ناس تستعمل في مصطلحات علميه، ناس خلينا نقولوا ثقافتهم متوسطه، درايتهم متوسطه، لكن مع ذلك يا سفيان يستعملوا في مصطلحات العلميه والتوصيف العلمي للاشياء. راي هذه حتى في مجتمعات متقدمه ما تلقاهاش، هذه نجحت فيه راه وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف كيف معناها في نشر الثقافه هذه. معناها هوني تقول لي انه الناس اللي تفهم، نحينا اللي ما تفهمش، الناس اللي تفهم كي اختارت انها تكون متواجده في الميديا كلاسيك ولا في الديجيتال ولا غيره، ولا وسائل التواصل الاجتماعي، عملوا نوع من التثقيف على هذايا راه شوف اللي عملوه الناس هذيك فما دول تستثمر فيه بالفلوس، عملوه مجانا وتطوعا. انت ممكن ما تريش حاجه كبيره، انا نقول لك من موقعي هذا عملوا حاجه ياسر مزيان، ثقافه مناخيه كامله توجدت، الناس كل ما كي تصير الظواهر هذي واللي يعرفوا الظاهر، حتى تمشي ساعات بعض الأحيان تفسيرات مش صحيحة أو تخرج على الإطاق التفسيرات اللي تحكوا فيه بعد على الفيك نيوز معناها ولا لكن اللي صار ممتاز، دي مرة ممتاز. فما محتوى محترم، برشا صفحات معناها مش نحبش نذكرهم من خاطر مش ما ننساش الباقي، لكن كتوانسة ولا حتى كعرب اللي قاعدين يقوموا به راهو يعتبر ثورة كبيرة، راهو عطاو ثقافة شعبية توعوية تحسيسية مجانا، اللي أنت بمفروض دورك كدولة تصرف عليها، هما قاموا بالعمل تطوعا ومجانا. معناه الأجدر مش طلع لهم قانون هكا تبدأ تهندس فيه في الكواليس، لا الناس هذيك تعطيهم جانب احترام رمزي نقول، والله حتى تعطيهم إمكانيات كيف ما قلت أنت، خاطر من جهة الأخرى عندك ناس تنشر في الغباء الفكري أنا نسميه. والله شوف مش حكر علينا يا سفيان، معناها الناس هذيا من المفروض نوفروا لهم اكثر امكانيات باش معناها حتى الدوله تستغلهم باش تحارب الغباء الفكري من جهه الاخرى. قديما مره مثلا مش مره ندخل بروفيل كنت نقرا في كومنتات شيخ بالضحك، انا ما نحبش نجاوب خاطر قول بالك انت بتحب شكون، لا بعض المدد المعنوي بعض الاحيان ساعات راك تهبل معناها. شوف ولا عادي حاجه واحده تنرفزني جماعه شكون الكل تكتب لهم في الكره الارضيه يقول لك الساعه ماهيش كره ارضيه، الشيخ علي الارض مسطحه هذيك ما زلت ليش بها تو لازمني نحطها في البرنامج ان شاء الله. ليه بالحق ما بلوس راك تبدا مسطحه تجي خير القبه الحراريه اي سبان داله اي هما في هكاك منطق سبان داله وش اسمه لوجيك اكثر معناها. تلقى روحك بعض الأحيان سفيان تحكي في مواضيع، شوف هو العالم كل، أنت مثلا قدم مرة يجيني مسؤول يبعث لي على الخاص يقول لي يزي بلاب عاش تهولوا ما تخوفوش العباد، تعيش في العباد ولا 30 سنة ولا جماعة تقول لك فجعتنا وكبستنا وكان هذا فعل وهذا حكاية. أنت زادة فرحوا بيك يعملوا لك كعاجل لا هو اسمي ديما لبسوه عاجل هذه ما نحضرش يديك ربي يحذر. قلت لهم الثلاثة أفعال هذوما أنا بعدني منهم، يحذر وينبه دونك والاخرى معنا في كصيغه اللي فما كان ذاك يكتب بالاحمر والدنيا ديما وتصويت ياك متوسم انا هكا زيد كتفزله شبيه يضحك على حاجه مصيبه معني هذه مش التصويت ذكرت مش ناحيه انا كنروح لكن ناحيه خلينا نشوف واحده هكا اللي انا متازم هكا في دفينه ولا حاجه اي ما كيحطوا هذيك ما يمكن يودي يهديكم ما فما حد يستهدفك ولا فما حد يعرفك وفما حد كي يحضر فيك التقرير هذاك ويحط فيك المعطيات والاناليز هذاك معناها السيميلاسيون هذوك اللي خمم فيك ولا انت موجود في خريطه من اصل. سفيان انت وقت مسؤول يبعث لك يقول لك يلزم تخويف الناس ولا تخوفوا فيهم ولا تهولوا فيها، لقد نفعك 40 حكومه ودوله حول العالم اعلنت حاله طوارئ مناخيه، معناها راهي الحكايه كارثه صايره تستوجب معناها اعلان حاله طوارئ مناخيه.
فما عديد الكيانات كما انت مثلا كاتالونيا كما كاليفورنيا كما هذوما مش معترف بهم كدول اما كيانات. اما هو معناها عنده لكنهم التقاو باللي قاعد يصير وعين هو اختاروا قاعدين يحضروا على ضوء وهو سيناريوهات مختلفه كيف باش يصوروا في الامن الغذائي نتاعهم، الامن الطاقي، الامن المائي، السلام المجتمعي نتاعهم، التاثيرات السوسيو اقتصاديه للشيء هذا اللي قاعد يصير. ماهوش لعبه تصور مع 40 دوله معناها يفدلكوا. جي انت كان في تونس تفك المنطقه ذي الجغرافيه ذي تقول لها الامور ما تخوفش. كان انت ما تحبش تقوم بخدمتك كوم يلفو، ما تحبش تعطي الامور معناها حجمها الحقيقي، تخوف واختر. واللي صاير ماهوش معناها راه واحد في العالم كله اختر، والناس تحضر في رواحها ليه بمختلف السيناريوهات والتحضيرات. تجي انت هنا تقول لا احنا لاباس كيف منطق، راه منطق ما اي هو زاد اوزر. فما ثقافه التطبيع مع المشاكل، مش زي شكل انا راه معناها التقاعس الاداري في القيام بالواجبات المفروض يقوموا بها. مفروض انت تو عندك تاثيراتك تاع جفاف، لو عندك راه مش خلايا جهاز، نعمل جهاز كامل صارح الناس. يا سيدي اسمعني، مش بيدي يدي، راهو هذا حاجه تخدم على كوكب كل، على كوكب كل. انت يقول له راه فما ولينا نستعمل في مصطلحات هنا في تونس انفلاسيون كليماتيك، تضخم المناخ. ايش معناها التضخم المناخي؟ راكم وصلنا تو معناها تقريبا السنه 2025 باش يكون 1.2 1.3 ملي انت تصوروا كتونسي معناها راك باش تدفعوا نتيجه المناخ. معناها كي ترى سوم كيلو بطاطا زاد شويه فما وراه اوكي معناها شويه سمسار على شويه مضاربه على شويه كذا كذا، اما فما شويه راهو الفلاح تقطع شويه باش يجيب الماء. عندك مشكله غلات وذيك مثلا ممكن كي نورت النواره ماتت من السخانه ولا من الميديتي طلعت، فما راه كواليس ورا الخضره ذيك ولا الغله ذيك ولا الحكايه ذيك قبل ما توصل لك. كواليس انت ما ريتيش معناها. انت معناها شو قدام الناس قاعده تاخذ الموضوع بجديه كبيره جدا، في المقابل شكون يقول لكم ما تخوفش وسايب علينا وما تخوفوش وتهاولوش قد ما نهولوا قد ما نبالغوا وشويه خاطر الوقت مش في صالحنا في اللي قاعد يصير. كان انت تشوف معناها دول العالم المسؤول كيفاش قاعده تتصرف، وبعض مسؤولين هنا الاداريين كيفاش يحبوا يتصرفوا، تفهم اللي انت معناها فما تبخيس من الموضوع. نهربوا منه الموضوع شوي، ما نحبوش نواجهوا الناس ونخبيوه لا لازم ماهوش لاباس، صدقني ماهوش لاباس وعمره مش يكون لاباس. لازمك تتعامل معاه. اوصف كي نقولوا فما مشكل راهو في بالك مشكل صاير او في بالك مشكل ايش يصير. كي نقول لك انا رد بالك اكبر السكر دبوس الغاز يجم يصير فويت دار تصير فيها مشكله، عطيتك مشكله عطيتك كل واحد. هنا يعني نيجي نخمو مع بعضنا في الحل. تقوليش انت الحل، مش مفروض نحكي لك المشكل ولا الحل نخمو فيه مع بعض. هاي فوالا الحل مش عبد بركه ينجم يصلح كل شيء، نخمو فيه مع بعضنا الناس كل. انت تشوف انت فما انفصال كامل ما بين السياسات النظريه موجوده خطط راه، وما بين التطبيق ايش قاعد يصير. معناها انت تحب تقول لي اللي تيوريكمون الدولة عاملة خطة، عندها سياسات عمومية مناخية خلينا نقول تقريبا كل شيء تقريبا في النظري موجود. المشكل وين؟ تكونفرتيه على أرض الواقع. وأي في أرض الواقع البلوكاج وين يصير؟ إداريا. إمكانيات ولا عقليات وشوية إمكانيات موجودة. الإمكانيات خاطر هذاك كله لازم يصير بفلوس بتكلفة طبعا. ايش نفسر كل لو كان جات العقليه الاداريه فينومين كليماتيك شنو تسميه؟ مش شنو تسميه انا فينومين تشبه عجاج وغبر هذيك عاصفه هذيك تاع الغبار تعميك في عينيك في خشمك تخليك ترى في شيء حد. هذيك هي بالحق. لو كنت ترى انت الطرق انت الدول العالم الاخرى اورجونس كليماتيك وكل مره يطلعوا في ويخلقوا في خطط وظيفيه ما في صلب الحكومات نتاعهم للتصرف مع الموضوع، ويخلقوا فساد يعطيوها امكانيات لا محدوده ماليه واداريه واحد للتصرف وتتحرك في الاتجاه ذيك باش تحاول تحضر المجتمع ذاك باش يتكيف مع اللي صار. فاهمين اللي فما حاجات راهي فوق طاقتنا باش تصير، ويجي نشوفوا كيفاش فيسا نقلبوا الوضع ونجموا نتعايشوا معه. هنا لا، مازلنا في رحمة ربي في الخطة السداسية الرباعية الثامنة، المجلس الأعلى للإدارات الإداريين أو من المستشارين الإداريين، اللي هو لجنة منبثقة. هذيك ساك الكلمات اللي تخلق لك الحكاك والحساسية. لجنة منبثقة من صلب لجنة عام. الأخرى كشني التقييم حسب الأهداف. هذيك تعجبني أنا. بالحق معناها حاجات راهو بالحق حاجات راهو معناها مفروض دولتنا تكون خير، إدارتنا تكون خير. أنا مشكلتي إداريا راهو معناها كل سياسة راهي تموت. أنا يقع إجهاض النجاح إداريا.
راهي الاداره خليني نقول لك حاجتين. راهي منعت البلاد ما خلتهاش تبرك على ساقها وما خلاش البلاد تتقدم زاد. قعدنا هذاك شو نقول لك، شو نقول لك معناها. اما هون تحكي لي فيه خليه كيف ما هكاك، خلينا فما ان بلوكاج ولا اون ريجيديتي. صدقني كل ما نسمع لجنه تعمل نفهم اللي الموضوع مش باش يكون. سميلي انت حاجه فيها لجنه مشتركه بالحق. او باش نحكي لك لقطه انا ديما اللي يضحكني. احنا تو مثلا فما دي كونسيبت ايكونوميك مودرن مربوطين بالمساله المناخيه كما الاقتصاد الاخضر والاقتصاد الازرق. احنا مالا عندنا توا 3 سنين كل قانون ماليه فما فصل يتعاود اسناد تشجيعات وتسهيلات للشركات الناشطه في الاقتصاد الاخضر. تقرا الارتيكل تشيخ هو اللي سلكناه. تعرف القوه وين حمدي طلع شنو في القانون التونسي؟ فماش حاجه اسمها اقتصاد اخر، ما عرفناهش ما نعرفوهش. معناها انت عملت جيت في قانون الماليه زينت قانون الماليه قلت انا باش نعطي تسهيلات جبائيه ولا اللي غيره من الله اعلم. فما حاجات جبت موضوع مزيان مش موجودين. جبت موضوع انا تونس ديما كنت نساوي الاقتصاد الاخضر مفهوم المفروض يكون مفهوم ممتاز من المفروض في العالم الكل. مثلا انت توكي تحكي على اهداف التنميه المستدامه الاس دي جي الامم المتحده. ايش قال لك نقول لك فما توا نقد كامل للاهداف هذوما اللي هما عديم الفائده اللي هما اهداف صاروا معنا تقريرهم في مكاتب بعيد على الواقع. القرار ورغم انت تراه معناه موجود بالثقل نتاعو في كل الفعاليات اللي تنظمها الامم المتحده ولا تمول الامم المتحده. تصوروا انت مفهوم ملائكي وباش يحل المشاكل الكل. ديباسي سفيان من بار نص الاهداف اللي توجدها الخطره ما تعملهاش. راه فما معناها راه اليات يقع خلقها معناها اللي خلق تمويلات وميكانيزمات كبيره في حتى مش كلامي ثابت وفي الجوجل وشوف معناها مراجعات كريتكس. حط كريتكس معناها الادبيات هذه وشوفها واش تلقى ناس عندها اسماء. فما شكون معناها متحصل جائزه نوبل للاقتصاد حط الاس دي جي يسلخ فيه بسكينه. ما هوني سامحني حمدي باش نفسروا للناس. هل انك تقصد في انه اللي تحكي تو على الاقتصاد الاخضر والاقتصاد الازرق هذا كله معناها بعيد على الواقع ولا العكس؟ لا باش نفسرلك كمفاهيم. هي اي مفهوم يتولد يخضع للمراجعات والتعديلات. معقول. فما ناس مش قابله اللي حاجه باش تخضع تعديلات. معناها بالنسبه لهم انت تعرف اللي كلمه التنميه المستدامه معناها مفهوم بوذي بالاساس. مفهوم بوذي يعني متاخذ من دستور دوله البوتان مملكه البوتان اللي معناها وقت الامم المتحده في السبعينات معناها اللي كانوا كتبوه كفلسفه بوذيه بحته وقع معناها اقراره كسياسات دوليه. ايش قولك انت؟ باهي برشا هي حاجه ما كنتش نعرفها. الاقتصاد الاخضر وقت تعمل كان فما حاجه غايبه فيه الجانب الاخلاقي ما كانش موجود حتى اخلاقيا ما كانش موجود. انت الاستغلال الموارد الطبيعيه تسخير الواحد باش نعطيك بعض الحالات وين الاقتصاد الاخضر كان حاجه خايبه مش باهي. هو المفروض يكون حاجه باهي كمفهوم راهو حاجه باهي. اما هنا معناها وقعت استغلال عنده الاكسبسيون تاعو طرق اخرى باهي. فما مفاهيم مثلا اللي كريدي كربون هذوما مثلا لبعض الشركات التشغيل مثلا تقول لك انت عملت انا كوتا بتاع كربون كذا باش نمشي باش نعمل انا مشاريع خضراء معناها باش نرقع باش نمشي نعمل دي ما نعرفش نزرع انا شجر انا مثلا وين بتلقى انت الحكايه ذي صار في بوتسوانا وموزمبيق مثلا. شجر اللي تزرعوا غادي في المناطق اللي شرت هذه الشركات البريطانيه بعض الاراضي غادي للزراعه كانت المال باش يسقى بالشجر هذيك ملك القبائل المحليه تخدم في الرعي عندها في عوض تمشي للقبائل باش تمشي للجزائر نحولهم بالقوه بحكم مشروع استثماري ومشروع اخضر واحد وخلق ازمه مش هنا مش الغلطه في المفهوم الاقتصاد الاخضر في حد ذاته لكن كيف وقع توظيفه وهنا خلق ازمه كبيره. نمشيو لكوستاريكا سيتي اللي هي تو دوله تعتبر من الدول الرائده في السياسات البيئيه. واحده من المشاريع اللي كانت في اوائل الالفينات اللي كانت الدوله هذه عملت توجه كامل عملت ترانزيسيون ليكونومي فيرت لعطات تسهيلات مثلا لي ريزور اللي باش تبنيو غادي يكونوا في ليكوتوريزم دايفينغ ويكو فريندلي ومبني باللوح ومبني بدرا شنو ومدخيو لوكال وقل كذا وبمراوح وبدوش مش بان وكل الحكايات هذيك الكل. سوف كو المنطقه اللي توجد فيها كيف ندخل معناها المالي المياه الصرف الصحي اللي قاعده تطلق هذه والامباكت تاع الريزور هذاك قضى على 3 قرى تاع صيادين محليين في المنطقه ذيك تقضى عليهم نهائيا. ديما نعاود لك راه مش الغلطه في الاقتصاد الاخضر في حد ذاته معناها كيفاش يقطع معناها لامباكت نيتي با بيان اتودي
نجيو هنا مثال في تونس اللي انت جات في مرحله ما حاجه باهيه اللي صار، وشجعت الاستثمارات في الطاقه الشمسيه اللي بانو فوتوفولتايك، بالاخص عطيت برشا امتيازات للفلاح. المشكل الامتيازات انت للفلاح هذونك اللي معناها في ماده مائيه تحتضر، في ماده مائيه قاعده تشهد استغلال مفرط، وزادتهم انت ناس تبومبي الماء من غير لا رحمه لا شفقه، وزادت كبرت هستيريا تاع الزيتون والاشجار المثمره والربحيه السريعه في وقت قصير. شنو عندك مثلا منطقه كيما قبلي عدد الواحات ومساحه الواحات، مساحه الواحات من 2011 لتوا نحكيو على 230 ل 270% زادت اكثر. سوف كل ما هذاك منين ما توليش سور اكسبلوتي البلاصه، ولات وفات وعمال تزيد اللي الناس معنا بالنسبه لهم تمر. وليت حتى الراف الهستيريا تاع الزيتون زارعين زيتون في الصحراء. اوكي تنجم تقول لي تمشي الحكايه، لكن مش بلاصتو، كان بلاصتو زرعوه جدودنا غادي، هو كان زرعوه في وسط الواحات، ما زرعوهوش هكا في منه فهمتني. هوني في الاكزامبل تاع حكايه الزراعات والفلاحه، برشا ناس يقول لك من المفروض عندنا خارطه فلاحيه جديده وين ما نزرعوش كل شيء في البلايص الكل. فما ما نعرفش اسكو سيانتيفيكمون تستقيم النظريه ولا ما يقول لك راني انا المفروض. انت سالتني سؤال سفيان، خلينا نكمل فيه. الاقتصاد الازرق زاد كونسيبت دخل جديد، انا اللي هو معناه فما كونسيبت الاقتصاد الازرق كنسخه محسنه من الاقتصاد الاخضر، وفما الاقتصاد الازرق اللي نحكيو على اقتصاد المحيطات والبحار. هذا هو الجدل صاير هنا. فما زاد توا مشكل، فما اللي يقول لك لا الاقتصاد الازرق راهو نحكيو على البحر هكا، وفما شكون بوليغانتير مثلا اللي هو الاميليوري من الاقتصاد الاخضر اللي ياخذ الجانب الاخلاقي في الموضوع. خلينا نحكيو على البحر، خلينا هنا نحكيو به الابروبرياسيون صارت للبحر. نرجعوا للمحيطات. حاجه ممتازه. لو عندنا كوميونيتي كبيره، عندنا كوميونيتي كبيره نتاع صغار بحاره معنا منظومين، الشكل هذا من اشكال الاقتصاد باش يساعدهم، يعني على الاقل باش يعطي بعض من العداله الاقتصاديه والاجتماعيه للفئات اللي خلينا نقولوا الهشه واللي ما عندهاش امتيازات اقتصاديه. حاجه ممتازه ان شاء الله ما تخرج على اطارها فقط. الايكونومي سيركولير انت حكيت لي نحن عايشين في ايكونومي لينيير، تستغل المورد، تصنعوا، تستهلكوا، بعد تعيشوا ديشي وفات. الاقتصاد الدائري هو الطبيعه بحد ذاتها دائريه، معناها كل شيء يتعاود، كل شيء ما فماش كلمه ديشي في الاقتصاد الدائري. اما فما حاجه اللي بالنسبه لك انت ديشي راهي ماتيغ بريمير تاع حكايه اخرى. فما حاجه زيرو ديشي ممكن هذه شوف ما نتصورش ممكن 100%، لكن على الاقل اللي تحد منها هو الحاجه اللي النجاح في حد ذاته. واسمعني كلها هي قاعدين نتطوروا سفيان، ترى انه من الممكن نمشيو فيه كتوجه عام واساسي في الاقتصاد التونسي. اكيد يعني نجم يكون بديل الاقتصاد الاخضر اللي يخلو على المراجعات، انا معاه المراجعات الاخلاقيه، انا معاه، واللي يكون بضوابط اخلاقيه وبضوابط كلمه الاستدامه خلينا نخدموا بها، وينجم يعوض الوزن الاقتصادي نتاع يعوضش يدعم مقاربه الكلاسيكيه. هذاك الناس فما ناس طموحه جدا، طموحه تنجمش تنحي هذا وتجيب هذا. شوف برشا دول ديما يحكيوا كالانتقال الاخضر او بعد الكورونا ظهرت جرين ريكفرينج. راهو فما حاجه راك سايب الاقتصاد هذا كيما هو وتمشي الاقتصاد الاخر، فما تكلفه كبيره، وذاك عليه برشا بالدول اللي باش تغسل الكومبيتيتيفيتي نتاعها وبالتكلفه هذيك وكذا 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 يتفادوا الحكايه هذيك ويعطلوا، ومعناها ديما يلتزموا وبعد يبدلوا كيما ترامب اللي صاير تو بالضبط. معناها الكربون ناشوناليزم اللي يسموه تو، معناها ولا تسبقة المصالح الاقتصاديه المحليه على الالتزامات الدوليه او الالتزامات اللي تم لاجل القدم. وهذا اللي احنا الكربون ناشوناليزم هذا لازمنا نمشيو فيه. والله حجمنا الاقتصادي وموقعنا الاقتصادي اللي ما راهوش نجم نمشي فيه، خاطر اقتصادك صغير عندك فرصه باش تاقلموا تعملوا ديمونسيونمون كما تحب انت. هو الوقت جري بينا والحديث ممتع معك وغادي راد يغمز من قبيل يا رائد مزروب ماشي ترانا خلينا شو اللي بدنا خلينا تخيل فيه خلينا ميسالش باش تعسف عليك خاطر الوقت ميساج. كان نعطيك دقيقتين. كان جيت انت توا في موقع القرار مع لطف. سلطة مطلقة، حسب رايك انت ساعة شنوما
الثلاثة التحديات الأولى ولا العناصر الأخطر على المستوى المناخي اللي تهدد في تونس، وشنو هي الحل لهم؟ أصلي أنت عندك تروزاكس تخدم عليهم تروزاكس، وكل شيء باش نبثق منهم هما بطريقة أو بأخرى، أو مترابط بهم هما بطريقة أو بأخرى. أنت أول حاجة لازمك الإطار اللي هما ثلاثة باش نحكي عليهم، لازم تصير ثورة تشريعية وقانونية. ريتا حكينا عليها حل ثورة مناخية، لازم كدولة تتبناها قولا وفعلا، وتعطي الأولوية المطلقة لصغار الفلاحة كدعم. باهي هذاك تقف معهم. الأولى دعم صغار الفلاحة. لا مش الأولى، ما نحكي لك معناها كواحد مازلنا ما دخلناش. عندك الإصلاحات المائية اللي لازمك تقوم بها. أنت اقتصادك في دولة معناها ضمن 20 أفقر دولة مائيا تقريبا. نحن رقم 19 أو 20. ثم مجموعة من الإصلاحات المائية لازم تصير. 80% بالفاشية من الماء للفلاحة، وجزء من الماء ذاك قبل ما يوصل وجهته النهائية يقع هدره بطريقة أو بأخرى. الكاناليزاسيون نتاعك أو الافيكاسيتي نتاع السيستم نتاعك ماهوش بيرفورمون. هذه الأولى. 2 لازم تعود غير الخريطة الفلاحية نتاعك الكل. تو مرة الأخرى أنا حكيت اللي فما دول جديدة دخلت تنتج في الزيتون، الناس جاتها صدمة يسخلوا ديما لا مش تونس. باكستان تزرع في 50 مليون زيتونة، في بالكمش. الصين زرعت قريب 59 مليون زيتونة، في بالكمش. الأرجنتين والشيلي وأوروغواي وبرازيل قاعدين يزرعوا، في بالكمش. مش في بالكمش، اما معطيات جديده، ما نقولش في بالكم. مانيش وحدنا. شكون قال لك انت باش تقعد معنا كومبيتيتيف من هنا ل 10 سنين اخرين؟ فما دول عمرك ما سمعت بها باش تدخل تنتج معاك وتبيع معاك. ممكن زيته يكون ارخص من زيتك وباش تبيعه لك في السوق نتاعك. هذا ما ريتك الصدمه ذي، مجرد صدمه هذه تونس مش قبلها مثلا. هذه لازمك تفهم العالم قاعد يتغير. هذه حاجه الاولى. 2 الإصلاحات المائية ذيك قلت لك معناها تغيير خريطة الزراعات وإعادة التوجيه الأولويات من الجديد. فما بعض المحاصيل مثلا توا انتحار كما زلنا ما حاجة تنحيها، لازم مش تنحيها، تنقص فيها. ما نقولوش تنحيها، ما تنقص فيها. ومثلا الأولوية ما نحبش نسمي، باش نقعد ناكل في السب في الكومنتات. الناس كل تحكي خاطر عدل. لا مش لا قدم شكل قدم كل شوف بردان، شوف غيره والله أكسميت. أي كمل لي. ومش هذا كله، كل حاجة تستهلك ماء، أما فما أولويات. عاود نظم أولوياتك. الماء اللي عندك لازمك تطرح السؤال، هو أولوية للداخل أو للخارج؟ وكان أنت باش تقول لي للخارج عيب في القرن 21 وما زالت قاطرة الصادرات متاعك كدولة شابة، كدولة عندها كفاءات علمية كبيرة، كأرضية استثمارية ملائمة جدا، وما زلت معناتها أول صادراتك زيت زيتون. بدل معناها فما في الايتي، فما حلول اخرى. تشوف دول اخرى من ماشيه معناها في الاستثمارات، في تنجم تبدل الحكايه هذيك وقته على الاخر. 2 الامن الطاقي نتاعك سفيان، اللي هو وليد الرهف اختر معناها الامن الطاقي ولا مرتبط بدول الجوار. دول الجوار معناها وقت انت الطاقه نتاعك تولي مربوطه بغيرك، معناها حتى قرارك السيادي في مرحله ما باش يرتبط بهم، معناها خاطر ما لازم تحافظ على العلاقات. تحافظ على علاقاتك، ومشكل علاقاتك معناها الفلويديتي نتاع قراراتك السياسيه واستقلاليتها يجب يتمس في مرحله ما. هذاك علاش عطي الاولويه اللي طاقيا اكثر ما امكن تكون مستقل. اي حاجز او يعطل الحكايه ذي انسفوه، ما فماش وقت نقاش وحوار. استقلاليتي كدوله قبل كل شيء. وبعد نحكي لك الحوار وحقوقك انت كفئات. لا معناه تكون انت مستقل طاقيا وانا سياديا، خاطر الماشيين فيه راهو مش سياديين. لا كل شيء، لا كل شيء خايب، كل شيء نظهروا عليه، كل شيء نوقفوه. هنا فما غلطه بالحق، فما غلطه. فما ليكو بوبوليزم هنا، الشعبويه الايكولوجيه اللي هذا موضوع اخر واحد نحكيو فيه. هذا لازم نعملوا له حلقه واحده. هذا حلقه واحده تنشوفوا مع رائد بعد لي. بعد ما يعمل 5 حلقات فهمنا فيهم. 5 حلقات اللي باش يدخل بهم الجنه. النقطة الأخيرة سفيان اللي أحكي عليها، تغيير في السلوكيات الاقتصادية بالنسبة للمؤسسات والإدارات وحتى على مستوى الأفراد. اللي نحن تو لازم تفهم اللي راهو باش نقول لك حاجة محلاها برشا. جدودنا كانوا مهندسين بالفطرة، تأقلموا مع أصعب الظروف المناخية، ما عندهمش تكنولوجيا، ما عندهمش معارف، ما عندهمش وسائل اتصالات، ما عندهمش إمكانيات. مع ذلك نجحوا في ترويض الطبيعة والمناخ. فما حد شيء يمنع معناها كان هما نجحوا بصفر امكانيات. خلينا احنا بالامكانيات التكنولوجيه واللي متاحه لنا كل معناها الحكايه تستوجب منا شويه تضحيه فقط. لا ساعات ترى جوست باش نختم معك. انا ساعات نخرج نعمل دور على ساقين. انا ندعو الناس انهم يدوروا وسط البلاد ويشوفوا الضوء اللي شاعل في ادارات في الليل.
راهي حاجه غير عاديه، عمري ما فهمتها. شوف كنا ديما نرجع لك العزيز مدينة بيه وشنو في بيه الله يرحمه. الله يرحمه. كي نبدا نمشي معاه ساعات يزني الجامعة ولا حاجة، كي يلقى دبوزة ولا حاجة يهزها ويحطها في بلاصتها قد ما خبز يبعدها، يفهمني فما ثقافة هذيك البلاد متاعنا. هو كان من جيل الاستقلال، عزيزي كان من جيل الاستقلال اللي كانت الدولة أمانة بالنسبة لهم. نحن فقدنا كمان الأمانة. ساعات هكا في ماتشكورة ترجع لك في فهكا في حدث وطني كبير ترجع لك، اما ان شاء الله ديما تكون حاضره فينا. هذه بلادنا ما عندناش غيرها، بالحق ما عندناش غيرها. معناها هذه معناها هذيك منشأنا وهذا مستقبلنا وهذا كل نحاولوا نعطيوه باللي نقدروا. ما قلناش معناها مش تعمل مشاريع كبرى، لا باللي تقدر حاول اخلق الفرق من جهتك. الكلمه الاخرى خلينا نخدم بها، خياراتنا باش نكونوا مجتمع ايكو استهلاكي باش يوفر علينا برشا تعب. زاد نتعاملوا مع الموضوع هذا ظاهرة طبيعية قاعدة تصير، ظاهرة مناخية قاعدين نفهموها. فما حد يخوف عليك، فما حد يكرهك، وفما حاجة هذا بيك ولا بلاش، بخوفك ولا بلاش قاعدة تصير، بخوفك ولا بلاش قاعدة تصير. حاول افهمها وتعطى معها على ضوءها. هي الدنيا مش تسخن. انا ايش نجم نعمل في الدار يا سيدي؟ نعمل ريدوات غامقين شوية من الشمس، ما تدخلش ما تسخنليش الدار في القايلة. معناها مش انا ما تلزش نحل كليماتيزر. كنت نحل فيه 3 سوايع، كنت نجم نحلو ساعة برك وتبرد واحد. نخدم على ليزولاسيون تيرميك، ضوء النهار معناها نجم نستغله انا اكثر ما يمكن، خاطر انا كل كيلوات استثمرته معناها ما استهلكتوش. وفرت لبلادي خلينا نقولوا قداش من كيلوات يقابلوا قدام الدولار، وفرتهم هذاك العجز هذاك ما صارش. لازم الاقتصاديه ما خليتناش نهزوا روسنا بالاساس، راه جزء منها كبير طاقيا. ما كان ليسونس نصبوه في كراهبنا ومن الضوء اللي نستعملوا فيه في الديار. معناها راه بعض الممارسات اللي تنجم تخليك مستقل وتخليك تفضل الفلوس، وعلى الأقل سنة فضلنا تنجم تعملوا تورات، منطقة صناعية، مركز أبحاث، توفر مواطن شغل، تنجم تخلق غير وغير وغير. المشكل ما زلنا نخمو بطريقة بعيدة على هذا كله. هذاك علاش بالحق رأي زاد كيف المناخ موش خوف برك، زاد فيه فرص برشا فرص. راهو كانت حاجة باهية برشا البشرية، ولأن أنا نرى توا عندنا أمل كبير وشانس كبيرة اللي باش نتأقل ونتكيفوا معه. صحيح مع اللي صار كل يخوف وفازات تصير بيزار وغريبة علينا، أما راه باش ننجحوا في التكيف معه. ولا نجموا جدودنا في تونس في الجنوب التونسي كله شواهد وأدلة اللي جدودنا نجحوا، وما حليهم كل أدلة خاطر نقري بهم مش في تونس برك يا سفيان. كي نخرج لبرا نستعمل أمثلتنا التونسية نقري بهم. هو المواطن الإنسان التونسي البسيط في القرون اللي تعديت كيفاش تعامل مع قلة الماء، كيف نجح معناها باش يبني في وسط مناطق صحراوية ما تسكنش فيها، سكن فيها وكون عائلات وكون ممالك في المناطق هذيك، وزهرت الحياة الاجتماعية في المناطق هذيك. هذاك علاش نقولوا راهو المناخ صحيح فيه برشا آثار سلبية، لكن نجموا نطوعوه كيما نحبوا زاد، وفيه برشا فرص. يعطيك الصحة. عايشك.